مش عارف يا صديقي لو شفت الانمي ده عند حد ولا لا، ولكن عندنا غير، لانه بعد تعب وسهر ليالي طلعت لك تحفه فنيه. اوعدك انك انت هتشوف عظمه النهارده. وزي كل مره نبدا بالصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدا بتخيل كده يا صديقي، انت واصدقاء طفولتك حلمكم توصلوا اعمق مكان في الديماس، عشان كده تعملوا فريق تسموه فريق البطل، وفعلا تكونوا اقوى فريق فيه رتبه اس وتوصلوا للطابق 94 في الديماس، وتكونوا اشهر فريق في المملكه كلها. والفريق مكون من سياف ومدافع وساحر واخيرا المعزز ده يا صديقي بيعمل سحر بيقوي الجسد والاسلحه. وبطل القصه اصلا سياف، ولكن لما يكون مفيش معزز في الفريق يتطوع هو ويكون المعزز عشان امكانياته الجباره يعرف يواصل الفريق للطابق 94. ولكن بعد كده الفريق يغتر بنفسه ويشوفك انك ضعيف وفي معززين اقوى منك وانك مالكش عايزه خلاص، ويطردوك ويجيبوا غيرك. طيب تخيل تبدا القصه بصاحبنا اورون وهو بيقتل كده وحوش ارانب صغيره بسيفه، ونلاحظ كل وحش يموت يختفي وتفضل منه نواه حمراء، وبيقول اورون شكلي لسه قوي وما خسرتش لياقتي كسياف. وبعدين يطلع عليه شويه غوبلين كده فيقول صاحبنا جاي الوقت عشان يستخدم سحر الدعم، وبعدين يعمل تعويذه القوه على نفسه ونشوف كده عداد بيعد على جنب، ويشرح اورون انه سحر الدعم بيقدر استخدامه على اصدقائه او على نفسه، ويقدر يقوي القوه البدنيه او الاسلحه، والتعويذ دي ضروريه لاي فريق، ولكن لكل حاجه ليها نقطه ضعف طبعا، والسلبيه هنا هي الوقت. كل مغامر ليه مقاومه للسحر وبيختلف تحمله لسحر الدعم عن غيره، واورون بيكون بيستحمل سحر الدعم لمده 3 دقائق، ولكن بعد ما تخلص وقت التعويذه بيقدر يستخدمها من اول وجديد ويبدا يعد الوقت من جديد. عشان كده المعزز دائما في صراع مع الوقت، بيحسب الوقت الفاضل للتعويذه لفريقه عشان قبل ما تخلص يعمل غيرها. وكمان لو انت بتحارب بالسيف هيكون من الصعب تعمل تعويذه على نفسك، ولكن في حاله بطلنا بيقدر بكل سهوله وهو بيحارب يلقي تعويذه على نفسه. وبعدين اورون بياخد فلاش باك لصديق طفولته اولفر وهو بيطلب منه يسيب فريق البطل عشان يقول له اورون ايه الهزار البارد ده يا اسطى، فبيقول له اولفر مش بهزر يا اورون، فبيتعصب اورون ويقول له ايه اللي انت بتقوله ده، احنا اصدقاء طفوله يا اولفر. فبيرد عليه اولفر ويقول له ما هو عشان خاطرك كده اعطيتك فرص كتيره لحد الان، ولكنك من النقطه دي مش هتعرف تساعدنا تاني. وبيتكلم اللي هو ورا اولفر ويقولوا له ليه ما تقولوش الحقيقه، قول له انه مجرد عائق في طريقنا. وبالمناسبه البنت اسمها انيلي والتاني اسمه ديريك، وكمان هم مش اصدقاء طفوله مع اورون بل اصدقاء اولفر وبنت تاني ولكن غايبه الان. ويكمل اولفر ويقول له بكل بساطه انت حاليا مش عندك القوه الكافيه، عشان كده نطلب منك الان انك تغادر الفريق. وهنا اورون مصدوم من اللي بيقوله صديق طفولته اولفر اللي عمل معاه الفريق البطل من 8 سنين، وبلغ الفريق الرتبه اس في ال8 سنين دول، وكان اول ناس توصل للطابق 94 في الدماس العظيم الجنوبي. وبعدين يقول اورون ممكن معك حق انه انا لسه ضعيف، ولكن لو انا كده فعلا فكده انتوا برضه لساتكم ضعاف. فبيقول له اولفر انهم ما كانوش عارفين اهميه المعزز فعلا، ولكن في الشهر الماضي في الغاره مشتركه مع فريق الرتبه اس الاخر، شفنا قد ايه المعزز بتاعهم بارع جدا، وفي اللحظه دي عرفنا قد ايه سحرك الداعم ضعيف. فبيقول له اورون ما ده طبيعي انا سياف في الاصل. فبيصرخ فيه ديريك ويقول له اخلص انت غيرت تخصصك علشان اوليفر بيستخدم السيف احسن منك. وتكمل انيلي وتقول له الان دورك كمعزز ضعيف. فبيرد عليها اورون ويقول كنا محتاجين معزز عشان كده غيرت تخصصي لانه انا كنت احسن واحد فيكم في التخصص ده، وصنعت انواع خاصه من التعزيز علشان اعوض ضعفي، وبفضل تعويذي دي انتوا وصلتوا للطابق 94. فبيقاطع اوليفر هو بيتكلم ويقول له لقينا بالفعل معزز اخر. فبتصدم اورون ولما يشوف اوليفر صدمه اورون ويقول له انا اسف ولكن دي الحقيقه. وتكمل انيلي وتقول احنا فريق البطل لازم نكون في تقدم مستمر وما نقدرش نتقدم وانت موجود. وهنا يظل اورون مصدوم ويقول في نفسه وبتعاملوني كده بعد كل اللي عدينا فيه معا، ويقول يعني خلاص ما لقيش ليا مكان هنا. وبيمشي ويقول لهم شكرا على كل اللي مرينا بيه قبل كده. وهو طلع بتقول له املي السحر والمبارزه تقدر تستخدمهم ولكن بمستوى ايه مش اكتر، وفضلت تلقي علينا الاوامر وده ازعجنا. تعرف اللي زيك اسمهم ايه كثير الحرفه دون براعه. ويخلص الفلاش باك ونشوف اورون يقتل اخر غوبلين ويقول يعني انا اللي اتقال عليا كثير الحرفه دون براعه، انا اللي عملت اسلوب المبارزه والتعزيز معا، اقدر اتكيف على الاسلوب ده عشان ما حدش يقول لي اللقب ده تاني. في يوم من الايام هكون بعرف اقاتل لوحدي من غير فريق معايا. وبعدين نشوفه يسجل الكارت بتاعه فيه بلوره الانتقال اللي في الطابق السابع علشان ينتقل مباشره للطابق السابع بعد كده من غير عناء. وبعدين يشوف فريق مغامرين مبتدئين هاربين من الدماس بس يعبرهمش، ولكن بيسمعهم بيقولوا انهم تركوا فتاه هناك ولكن تركوها وهربوا لما تجمع عليهم مجموعه من الاور. هنا اورون اتصدم ويقول مش مجبر انه يتدخل عشان ينقذها، كان حظها نحس بس عشان اتضمت ليهم، ولكن انا اكتر واحد عارف شعور انه فريقك يتخلى عنك. وبعدين يقول قائد الفريق انه اخذ القرار المناسب، يقول له واحد فيهم يعني انت تقدر تنقذها عشان يرد عليه يقول له مستحيل طبعا. فبيتكلم اورون بعصبيه ويقول مش طايق كلامكم ده. فبيسالوه مين انت، فبيقول لهم انتوا سبتوا البنت عشان تموتوا لان بتالفوا اعذار بدل ما تروحوا تنقذوها، مفيش حاجه تعصبني اكتر منكم. فواحد فيهم يتعصب منه ويهجم عليه بس بحركه واحده من اورون جابه على الارض. وبعدين بيزعق في الفريق ويقول لهم سبتوا البنت فين بالظبط. وبنشوف البنت والاورك محاوطينها فبتعمل حاجز بسحرها وهي بتبكي وتقول مش هتقدر تواجه الحدث ده وحدها وتنادي على اختها يعني بالمصري وكانها تقول يا ماما. ومن كثره هجوم الاورك بيعرفوا يكسروا الحاجز، وقبل ما يهجم عليها يعمل اورون تعويذه الرياح قويه ويقف امام البنت. وبعدين يهجم على الاورك ويعمل تعويذه قوه ويصد ضربه الاورك، وبعد تعويذه مهاره ويقطع الاورك. فبتستغرب البنت انه سياف وبيستخدم تعويذه عادي، وبتسال نفسها هو سياف ولا معزز. وبعدين بيعمل تعويذه الحده على سيفه ويهجم على باقي الاورك، وبضربه بيقطع واحد من الاورك بالسلاح بتاعه. واعجاب البنت يزيد وتقول
انها اول مره تشوف واحد بيقاتل كده، وبيقول اورون عددهم كبير، اقدر افهم دلوقتي سبب هروب فريق من الرتبه المنخفضه. وبعدين يقطع مجموعه منهم في لحظه، يا حلاوتك يا ابني، ايوه كده دلعني. والبنت انبهارها بيزيد من قوته، وبعدين يقلب عليهم ليفاي ويقطعهم زي الشاورما في لحظات. وبتقول البنت قوي ايه ده؟ قوي فشخ. وبيسالها اورون لو هي بخير، ولكن اختنا مصدومه مش مستوعبه. وبعدين تستوعب انه تم انقاذها، تقعد على الارض بتبكي زي الطفل الصغير. وبعدين نشوفهم امام الديماس وبيودعها اورون، ولكن توقفوا البنت وتقول له لسه ما شكرتوش، وبعدين تشكره وتقول له اسمها صوفيا. وبيلاحظ اورون الشعار الا على ملابسها، وبعدين يقول لها انه اسمه اورون. وبعدين تقول له البنت اقدر اعزمك على العشاء كشكر مني. فيقول لها اورون انه ما انقذهاش عشان حاجه، ولكن مع الحاح البنت يوافق يروح معاها. وبعدين تاخده على مطعم وتقول له المطعم مش غالي ولكن اكله حلو. فبيقول اورون ده مطعم الارانب زي ما توقعت. عرفت كده من شعارهم لما شفته على ملابس صوفيا. من الواضح انها من جماعه ارانب سماء الليل الفضيه، واحده من اكبر النقابات في المملكه. ولما يدخلوا تشوف صوفيا اختها هناك، ولما يشوفها اورون ينصدم يقول اختها. فبترحب اختها بصوفيا وتستغرب لما تلاقيها مع شاب، وتقول لها مين اللي معاكي ده؟ لسه بدري عليك عشان ترتبطي. وترتبك صوفيا، ولكن تقف اختها وتقول اورون. فبيقول اورون ما شفتكش من فتره يا سلمى كلوديل. تستغرب صوفيا وتسال اورون هل يعرف اختها؟ فبيقول لها ايوه طبعا، سلمى كلوديل هي قائده اقوى فرقه من الرتبه اس في الارانب الفضيه، وكمان هي اقوى معزز في القاره، هي اللي اشهرت المعززين، وهي صاحبه فكره انه كل فرقه لازم يكون فيها معزز، وكمان فكره انه كل عضو في الفريق لازم يكون ليه دور مختلف من مهاجم ومدافع ومعزز وداعم، وفرقه البطل مش استثناء. عشان كده غير تخصصي من سياف لمعزز. ولما الفريق شافوا قوتها في الشهر اللي فات جاتهم فكره التخلص مني. وبعدين يقول ما توقعتش انها تكون اخت صوفيا، وبيسال نفسه ليه ملامحها باين انها هتقوم تفشخني دلوقتي، عشان تقول له انت تستهدف اختي اللي عندها 14 سنه، انت طلعت جريء قوي يلا. فبيقول اورون في نفسه يعني كده الموضوع. وبعدين يقول له والله سوء فهم، صح كنت هتعشى معاها بس النيه سالكه. فدي تقول له ايه؟ بتقول انه صوفيا مش حلوه يا اخي، التخلف اللي فيهم. فتدخل صوفيا توقف اختها وتقول لها ده اسلوبك مع الشخص اللي انقذ حياتي. فتستغرب سلمى وتقول انقذ حياتك؟ معقول دخلت الدماس من غير ما تقولي لي؟ فتعتذر منها صوفيا ويقول اورون دلوقتي فهمت، يعني كانت تستكشف الدماس من غير ما تعرف عشرتها. وبعدين تعتذر سلمى لاورون عن سوء الفهم وتشكر لانه انقذ اختها، ويقول لها اورون ولا يهمك عادي. وبعدين يقعدوا يحكوا علشان تقول صوفيا شكلكم عارفين بعض من زمان. فبيرد عليها انهم دخلوا غاره مشتركه وهم الاثنين معززين عشان كده اتعرفوا على بعض. فبيقول اورون انها هي اللي تولت القياده وهو كان بيساعدها. فبتقول له ساعدني كتير كما هو متوقع منك. وصوفيا تستغرب من كلامه عشان تقول لها سلمى انت مش عارفه اورون. فبتسال صوفيا ليه؟ هل هو مشهور؟ فبتقول لها طبعا ده واحد من فريق البطل. تنصدم صوفيا وتتوتر. فبيقول لها اورون ما تتوتريش، كمان انا ما لقيتش واحد من فريق البطل دلوقتي. فتستغرب سلمى وتقول ازاي؟ معقول انك سبت الفرقه؟ فبيقول لها ايوه امبارح. فبتقول ازاي يسيبوا شخص زيك يطلع من الفريق؟ فبيقول لها معاهم اسبابهم بقى، غير انه الطرفين وافقوا فما فيش مشكله. فبتقول يعني انت فاضي دلوقتي؟ فبيقول لها تقريبا كده. وبعدين يقول في نفسه معقول عايز تضمني للارانب الفضيه؟ وبعدين تقول له لو كنت متفرغ عشان يقاطعها، ويقول انه مش عايز يدخل اي نقابه لفتره. فبتقول له شكلك فهمت غلط، في كده شغل ليه؟ فبيستغرب اورون. فبتقول له عايزاك تيجي معانا في بعثه تدريب بكره، راح اضمن لك انك تاخد اجرك كامل. وتقول له زي ما باين من اسمها دي عشان تعلم الاعضاء الجدد، وفي فريق من الرتبه ايه هيجي معانا، هنقعد 3 ايام عشان نوصلهم للطابق ال50. فيستغرب اورون ويقول 3 ايام؟ ده افضل المغامرين الجدد عايزين على الاقل من 6 شهور لسنه عشان يوصلوا للطابق ال50. ايه الجدول المجنون ده؟ فبتقول له مجنون ولكن مش مستحيل لو خدنا الطريق المختصر. فبيقول لها شكل الارانب الفضيه بتعدي في ازمه الايام دي. ويقول ما دام الخطه مجنونه كده كان ممكن ترفضوها، ما دام وافقتوا هل من سبب يخليكم تعملوا كده؟ ويقول لها بعدها لو عرفوا الاعضاء الجدد هزيمه زعماء الطوابق المتدنيه فهياخدوا خبره لما يدخلوا طوابق اعمق، وده هيجول العشيره كلها. فتنصدم سلمى وتقول عارف كده من كام كلمه قلتهم، شكله اذكى مما كنت اتخيل. وبعدين تقول له كل 10 طوابق بيواجهوا زعيم الطوابق، ولما واحد مخضرم يهزم الزعيم من غير خسائر تقدر نسجل في بلورة النقل في الطبق اللي بعده، ونقدر ندخل بشكل اعمق اسهل، عشان كده عايزينك معانا. فبيقول لها اورون المهمه دي شكلها مهمه جدا للارانب، هل فعلا لو دخل شخص غريب مش مشكله؟ وبعدين تقول له سلمى انها اختارته عشان هي تحترمه. فبيقول اورون في نفسه هي بتحترمني كمعزز وطردت من فريق الابطال عشان كانت تعاويذها اقوى مني، ودلوقتي هرجع كمعزز تاني هندم على كده اكيد. فبيعتذر ليها اورون ويقول في حاجات لازم يعملها مش هيقدر يجي. وبعدين تترجاه صوفيا عشان يجي. فبيقول لهم اورون انه اصبح سياف الان، لو هيشترك كسياف مش كمعزز. فسلمى تتفاجئ وتقول له ليه غير تخصصه، عشان يقول اورون في نفسه طبيعي تتفاجئ ولكن مش هتراجع عن كلامي. وبرضه سلمى تقول في نفسها مش مهم، لما الامور تسوء هيرجع لدوره الاساسي كمعزز. وبعدين تقول له لو هتيجي تعالى لمقر الارانب بكره الصبح. فبيقول لها تمام. وبعدين نشوف اورون في محل شخص عجوز ويسال عجوز لو هيكفل. فيقول له لسه كنت هكفل حالا بس ما تشغلش بالك وخد وقتك. وبعدين يجيب له اورون واحده قهوه زياده ويقول له انه المحل النهارده كان زاحم برضه. فبيقول له اورون انه فرحان عشان شغله ممتاز. فبيرد العجوز ويقول له ده بفضلك انت عشان روشت لي المحل لما صرت مغامر بارز بين العامه.
وبيشكره. وبعدين اورون يعتذر له ويقول له انه ساب فرقة البطل، مش هيقدر يروج للمحل عشان الناس مش هتسمع له. يرد جد ويقول له انه كان وهيظل ممتن ليه، هتفضل اورون ان كنت بطل او لا، علشان كده خليني اشكرك كمان مرة. فبيقول له اورون بتشكر واحد زي ايه؟ فيقول له جد انه يعرف قد ايه هو تعب اكتر من اي شخص تاني، علشان كده عارف انك هتسمع الكثير من الشكر مستقبلا. معنى الشكر انه في اللي يحتاج لك، عشان كده قدر الكلمات دي كويس. ويقول له من دلوقتي اعمل اللي انت شايفه صح، عيش لنفسك وساعد الناس، مهما حصل انا هفضل جنبك. فبيشكر اورون على كلامه ده. وبدا اورون وسلمى عن زعيم الارانب الفضيه ويرحب بيهم، وبيسال اورون عن تفاصيل البعثه التدريبيه. فبيقول له سلمى هتشرح لك كل حاجه، وتقول له سلمى هننزل من الطابق الاول الى الطابق ال51 في 3 ايام زي ما قلت لك. اليوم الاول نوصل للطابق ال21 والثاني ل36 والثالث للطابق ال51. وبعدين نشوف فلاش باك لسلمى ومع زعيم النقابه لوحدهم، ويقول لها الزعيم اورون ساب فرقه البطل دي اكبر خساره ليهم ودلوقتي هيضعفوا جامد. فبترد سلمى فعلا سحر الدعم وصلهم لمستوى مش هيقدروا عليه، سحر الدعم قوته متوسطه بس سرعته في استخدامها خياليه، هو اسرع مني على الاقل ب4 اضعاف، غير انه يستخدم شويه تعويذ اصليه، غير كمان تحليله للوضع وتوقعه الخطوه اللي بعد كده، ويستخدم التعويذ في الوقت المناسب بدقه مرعبه، عنده كل مهارات المعزز كامله. بعد رحيله فرقه الابطال هتكون ضعيفه، والان حان الوقت لترجع الارانب الفضيه للقمه تاني. فبيرد زعيم الارانب الفضيه انه سمع عنه كتير بس مش مصدق كل ده، علشان ترد عليه سلمى تقول له انه المعززين بياخدوش التقدير اللي يستحقوه. فعلا انا مشهوره ولكن الناس بتبالغ في تقديري، الاقوياء اللي زي اورون لا يبرزون. ويخلص الفلاش باك على كده، ونشوف اورون يقول خلاص الكلام في 10 فرق مبتدئين هيروحوا معاهم 5 مرافقين منهم انا وسلمى، والمبتدئين يتعاملون مع الوحوش الضعيفه، ولو دخل وحش قوي هيدخل المرافقون. فسلمى تقول له بالظبط انت كده فاهم، هل عندك اسئله تاني؟ فبيرد ايوه في سؤال كمان، ليه في 5 مرافقين بس؟ لو هتوافقوا على جهد مجنون زي كده فبالغالب هتعوزوا تقللوا الاضرار بتزويد عدد من الرتبه ايه لدعم المبتدئين. هنا التوتر يظهر على سلمى وتقول ايوه هدفنا نوصل للطابق ال51، بس لما نضغط على المبتدئين هيخليهم يكتسبوا خبره اكتر، دي فرصه ليهم مش كده. فبيقول اورون في نفسه مش ده السبب الحقيقي، البعثه دي مهمه جدا ليهم، اكيد في سبب تاني بس مش عايزين يقولوا لي عشان انا بالنسبه لهم غريب. بس يوافق اورون انه يساعدهم. فبيشكر زعيم النقابه يقول له يا عم احنا هنديك لحلوحين ذهب مقدما، ولما تخلص المهمه هنديك 10 لحاليح كمان. هنا يقول اورون مش مشكله بس مش ده كتير حبتين، دي مصاريف سنه كامله، علشان سلمى تقول له ده تقديرنا ليك، يلا بقى نشوفك بكره في المهمه. وتاني يوم شوف اورون المبتدئين ومدخل الدماس لحد ما تيجي سلمى وصوفيا يصبحوا عليه، ويلاحظ اورون انه ملابس صوفيا متغيره ويقول هل دي ملابس المبتدئين؟ المهم يقول لها هدومك حلوه النهارده. البنت وشها يحمر وتشكره بكسوف. وها هنا سلمى تتصدم من ردة فعل اختها وتقول له اورون شكلك بتعرف تمدح النساء، يلا انت مرتبط واحنا مش عارفين ولا ايه؟ يتصدم اورون من كلامها يقول لا طبعا كان في بنات في فرقه البطل عشان كده متعود اتكلم مع بنات مش اكتر. تهدى سلمى تقول فعلا كنتوا بتعيشوا في قصر واحد صح. هنا صوفيا تساله هو عايش فين دلوقتي؟ فبيقول لها متاجر غرفه حاليا لحد ما الاقي سكن. هنا سلمى هتتجنن من اختها وتقول لها ايه سبب سؤالك ده؟ انت ناوي تزوريها بت؟ هنا صوفيا تقلب بطه بادت تقول فضول يا عبيطه مش اكتر. اورون يضحك ضحكه خفيفه على منظرهم، بس سلمى ترجع لصوابها وتسال اورون عن سبب بعده عن المبتدئين. فبيقول لها انا غريب ممكن ازيد من توترهم. فبتقول له فعلا كلهم باين عليهم كده متوترين، عشان كده عايزك تخفف من توترهم، يلا تعالى معايا وانت يا صوفيا روح لفريقك يلا. وبعدين تروح تصبح على 3 مرافقين اللي معاهم، وبعدين تقول لهم ده اورون اللي قلت لكم عليه هضمن لكم بقوته. فبيقولوا لها ما دام انت يا سلمى اللي قلتي كده هنثق فيه. اورون يتوتر يقول لها ما ترفعيش من سقف توقعاتك. تضحك سلمى على تواضعه وبعدين يتعرفوا كلهم على بعض، ويقول اورون انهم فريق مثالي، هل يا ترى لو ما جيتش كانوا هيجيبوا مهاجم غيري؟ في حاجه غريبه في الموضوع ده. وبعدين ناخد فلاش باك ونعرف انه فريق الارانب الفضيه اللي رقم 1 في النقابه خسروا سياف الفريق ضد التنين الاسود اللي بالطبق 92 وفضلوا ثابتين على حالهم، عشان كده سلمى تخطط انه اورون ياخد الدور ده، بس هم لسه مش واثقين في قوته كسياف نظرا لانه كان معزز قبل كده. وبعدين ترحب بالاطفال وتقول لهم على الخطه وتقول لهم واضح كده انكم كلكم متوترين، بس التوتر ده ارموه بالزباله خلاص، وده لانه معانا النهارده شخص وصل للطبق 94 واكيد عارفين ده معناه ايه. ايوه بالظبط اورون واحد من فريق الابطال، والمبتدئين لما يسمعوا كده حماسهم يوصل للسما وواضح اعجابهم الشديد بفريق البطل. وبعدين سلمى تعطي لاورون مسؤوليه الفريق رقم 10 وتقول له انهم اكثر تلاميذ متميزين. وبعدين نشوف الفريق ده اللي فيه صوفيا، وبعدين يعرف اورون عن نفسه ويستغل عدد الفريق المكون من 3 اشخاص بس علشان يرد الواد اللي بشعر اصفر ويقول له ده علشان احنا موهوبين. فاورون يقول في نفسه الواد باين عليه مغرور والله خايف على مستقبلك يا ابني. المهم يطلب منهم يعرفوا عن نفسه ويبدا الولد ويقول اسمه لوجان وهو قائد الفريق ودوره معزز وحاطط على نفسه طموح كتيره. اورون يقول في نفسه ربع الثقه دي يا ابني وشكل كلها هتتحل. المهم البنت تقول اسمها كارولين
وهي مدافعه. يا اخي يخرب بيت ام الاسم الدجيل ده، هندلعها بكاره وخلاص. يقول لها اورون امال مش شايفك لابسه درع؟ فبتقول له حتى انت بتسال نفس السؤال، انا مدافعه بستخدمش درع. اورون هينجلط من التخلف ده ويقول لها قصدك بدل تصدي الهجمات انت بتروغيها. تقول له بالظبط، ما بحبش الوحوش تلمسني وبحب اقتل منهم كتير، عشان كده اخترت اكون مدافعه. الله، اذا كان ده دور المدافع امال المهاجم دوره ايه؟ المهم بيتخانق مع لوجان زي الاطفال، وصوفيا بتعرف بنفسها تاني ودورها هو ساحره في الفريق. هنا اورون يتوتر انه هيقود فريق زي ده، وبعدين يدخل ديماس وكانت تسال اورون ليه واحد من فريق الابطال جه معاهم، فبيشرح اورون انه ترك الفريق بس ما يرضاش يقول لهم السبب من رغم الحاحهم عليه. وبعدين كانت ترخب على صوفيا شويه عشان معجبه باورون وكده، وهما داخلين بيظهر وراهم 2 من الذئاب، ولكن بيقعوا في فخ عمله اورون ومحدش لاحظ غير اورون. المهم اثناء الجوله يقيم اورون فريقه ويقول لوجان طلع عبقري وبيستخدم التعزيز حلو خالص، عيبه انه ما يعرفش يوجه اوامر مناسبه، ولكن مع الخبره هيتحسن. وبالنسبه لكارا سرعتها حلوه، ولكن عيبها انها بتهجم على الوحوش على طول وده غلط، وكمان بتستخدم الخنجرين حلو برضه، ولكن قوتهم ضعيفه مش هيفيد الفريق قوي. وبالنسبه لصوفيا موهبتها اقل منهم، ولكن مستواها فوق المبتدئين، متوتره كتير ايوه، ولكن هتتحسن لما تتكيف على الفريق. وبعدين يغلب المرافقين زعيم الطبق 20 وتقول لهم سلمى يسجلوا بطاقاتهم في بلوره النقل في الطبق 21 وكده هنخلص يومنا. وفعلا بيخلص اليوم، وسلمى تسال اورون لو اليوم عجبه، يقول لها الفريق 10 فعلا موهوب ولكن مش عارفين يتكيفوا كفريق، وخصوصا كارا. فبتقول له هي على كده احسن من اول بكتير. وبعدين نقول له اشوفك بكره يا عمي اورون. وتاني يوم نشوف طلعت جريده جورنان تشرح انه تم طرد اورون من فريق الابطال بسبب ضعفه. هذا الخبر نزل كالصاعقه على اورون. الواد مصدوم بالرغم انه كان متوقع كده، يقول انهم بالغوا حبه، يا ريت لو يعرفوا كم يؤلمني ذلك. يا اخي حتى يا ريت صبروا لحد ما تخلص البعثه التدريبيه، كده الخبر المدينه كلها عرفت بيه. ما توقعش ان كل التلاميذ قرأوا الصحيفه، ولكن اللي جراها غير فكرته عني، بس يلا اللي يحصل يحصل. واثناء وهو مغادر تناديه بنت اسمها لونا، ودي يا صديقي واحده من اصدقاء طفوله اورون، وكمان في فريق الابطال. ويقول اورون في نفسه لونا الوحيده اللي ما عملتها ما اتغيرتش معايا لما الكل بدأ يتجاهلني، وكمان يوم ما طردوني ما كانتش موجوده عشان ظروف في بيتها، اعتقد كده لو كانت موجوده كانت رفضت طردي. وبعدين يسالها ايه يا بنتي إيه اللي جابك، علشان تترجاه يرجع لفريق الابطال وتقول له انهم محتاجين قوته. فبيسالها ده رايك انت ام راي الفريق؟ ما توقعش انه ده رايهم بعد اللي جريته النهارده في الصحيفه. فبتقول له ده رايها وحدها، هتعمل المستحيل عشان خاطر يرجع. هنا يتاثر اورون شويه ويقول في نفسه هل فعلا بتحكي بجد؟ بس كده كده لقد فات الاوان لاسباب كثيره. ويقول لها بعد اللي اتكتب في الصحيفه فانا مش هرجع تاني. تعتذر له تقول له انها ما قراتش الصحيفه، بس مش قطعنا وعد انه نختم الدماس مع بعض. اوف يلا، هنا وكانها طعنت اورون في قلبه. اورون بيقول هو مقهور، الوعد ده قطعته انا وانت واولفر، ولكن اولفر هو اللي خلب الوعد وطردني. وبعدين اورون يتاسف لها ويسيبها ويمشي، ويقول في نفسه كان نفسي نحقق الوعد، ولكن يوم ما طردني انتهى كل شيء، والان لا عوده، لا مكان لي هناك، فات الاوان علشان ارجع. وبنشوف اورون متوتر من الصحيفه اللي اتكتبت، وبيسال نفسه يا ترى كم شخص هيفضل واثق فيا. والمفاجاه انه كل التلاميذ شافوا الصحيفه، ولوجان بيقول الطرد بسبب ضعفه مختلف 180 درجه لما يسيب الفريق بنفسه. المهم بيجي اورون بيصبح عليه ويرد عليه الصباح بشفقه وتوتر، ويقول اورون في نفسه ده طبيعي بعد تطبيل سلمى امبارح. بس ما كملش كلامه ويسمع صوت سلمى ينادي عليه وتعتذر له لانها ما كانتش بتعرف انه الطرد مش هو اللي ساب الفريق. يقول لها ولا يهمك انا اللي بعتذر لاني ما وضحتش موقفي من الاول. ويقول لسلمى انت بالذات روح الفريق، لازم ما تتوتريش وتمسكي اعصابك. والفريق اللي وراه يرد عليه انهم واثقين فيه حتى لو اتقال كلام عنه، وبرضه انت وصلت فعلا للطبق ال 94. وبعدين بيصبح على فريقنا الصغير وبيسالهم لو جروا الصحيفه. صوفيا وكارا كانوا واثقين فيه ومش فارق معاهم الكلام، بس لوجان بيسال لو اللي اتكتب فعلا صحيح، علشان يرد اورون انه فعلا معظم الكلام صحيح. وكمان لو هتسالوني لو كنت ضعيف، انا ضعيف فعلا، انا مش البطل اللي الكل بيفتكروه. وصوفيا ولوجان صدمتهم بتفرجهمش من كلام اورون، ولكن صوفيا تصرخ وتقول الكلام ده مفيش منه، انا شفتك بتقتل عشرات الاورك في لمح البصر. فيرد اورون زي ما قلت انا قوي بما فيه الكفايه، وصلكم للطبق ال 51 فعلا، انا ما لقيتش واحد من الابطال، بس اوعدكم انه ما حدش يقدر يلمسكم وانا معاكم، عشان كده عايز ادائكم زي الامس واحسن كمان. صوفيا وكارا يتحمسوا، بس لوجان مش عاجبه الكلام ويقول انا حاسس نفسي غبي عشان صدقت الكلام ده. واثناء هم بيخترقوا طابق ورا طابق، صوفيا وكارا عاملين شغل جامد. ولما يوصلوا للطابق ال 31 بيقول اورون من هنا بقى هبدا انا اقود الفريق وهياخدوا الاوامر مني. يوقفوا ويقول استعدوا للقتال، قدامنا وحوش. وفعلا يظهروا مجموعه من الغوبلين، كارا شتتيهم، صوفيا اتعامل مع الغوبلين اللي ورا، ولوجان ما كملش كلامه، ولوجان بدا يعمل سحر دعم من نفسه. يقول في نفسه اوامره ما تختلفش عن اي شخص تاني، ربما مش مميز زي ما توقعنا، بس كده كده مش مهم، انا هقوم بشغل زي كل مره. بيدعم كارا والبنت عامله شغل عالي، ويبص على صوفيا اللي قدامها اورك زي اللي هاجموها في المغاره، والبنت مرجوفه في مكانها ومش قادره تتحرك. ويبص على اورون ويقول معقول مش هيساعدها، انا لازم ما
اعتمدش عليه، لازم اساعدها بنفسي. بس اورون بيعمل تعويذه اضعاف على الاورك، بيلاحظها لوجان وبيتصدم، وبعديها يتقدم اورون عند صوفيا وبيشجعها ويقولها حاليا انت مش لوحدك، يلا هتقدر تغلبيه. البنت بتتشجع وتعمل تعويذه بتصدم اورون ولوجان، علشان يقول اورون انه ما حدش قال لي انها بتعرف تستخدم تعويذ من المرحله المتقدمه. بتيجي كارا فرحانه من اللي عملته صوفيا، ومن الناحيه الثانيه لوجان مصدوم من تعويذه الاضعاف اللي عملها اورون، ويقول مش تاخدوه من فريق الابطال، فايه اللي شفته دلوقتي؟ وبعدين نشوفهم في الطابق ال 35 امام عنكبوت مخيف اسمه روتيلا الموت. لوجان مرجوف منها، من اين لنا القوه لقتال هذا الوحش؟ ما كملش كلامه علشان يلاقي اورون يقول له اعمل لكارا تعزيز الرشاقه والتحمل، وكمان تعزيز السحر لصوفيا. يتصدم لوجان ويقول في نفسه بس دي نفس الاوامر المعتاده، ويلاقي كارا هجمت من غير ذره تردد. يتصدم من تهورها ولسه هيروح وراها يوقف اورون ويقول له لو اتقدمت خطوه تاني هتكون في خطر. وبعدين يأمر كارا انها تقفز من فوقه وتضربه في ظهره، وفعلا عملت كده وعرفت تجرحه جرح كبير. ويكمل اورون ويقول لها اشغليه بس خلي بالك من ضرباته عشان هو سام، وفعلا تتفادى ضرباته وبتصدها كمان وتفتكر تسقط على كده. بدأت تتنمر عليه. اورون يطلب من لوجان التركيز على دعمه، ومن صوفيا انها تثبت العنكبوت وفعلا تديله ضربه تقطع اطرافه وبتجيبه على الارض. لوجان لسه مصدوم وكارا بتحتفل، بس اورون يقول لسه ما فزناش. لوجان بسرعه اعمل تعويذه القوه والمهاره على كارا، بيساله ليه يقول له مفيش وقت يلا بسرعه، وفعلا نلاقي العنكبوت رمى شباكه على كارا وبدا يسحبها. صوفيا تخاف عليها، بس اورون يقول لكارا اقطع الشباك بالخناجر، قوتك حاليا تقدر تعمل كده. لوجان كل لحظه صدمته بتزيد ويقول اوامره دي علشان هو عارف كل اللي هيحصل. واورون يطلب من صوفيا تعمل سهم صخري، ولوجان يعزز سحر صوفيا تاني عشان جرب يخلص. ولسه برضه لوجان مصدوم انه عرف يحسبها بالدقه دي. ونلاحظ انه كارا مش قادره تقطع الشباك، واورون يقول انه لوجان اخره حاليا يعمل 3 تعاويذ بس في وقت واحد، ويقول ما قداماش حل تاني عشان يعمل تعويذه حده على خناجر كارا، وفعلا عرفت تقطع الشباك. وصوفيا بتضرب السهم الصخري وكده الوحش انتهى. اورون بيدي الفضل للوجان ويقول له ده بسبب سحرك الداعم. بيشكر لوجان، ولكن اثناء ما اورون بيغادر عين لوجان ما تنزلش من عليه. ونشوف بقى سلمى بتشكر المتدربين وتحفزهم لاخر يوم. واثناء ما اورون ماشي بيوقفوه المغامرين دول اللي ضمن فريقه وبيعزموه على الاكل، واورون بيوافق عادي وبيمشوا مع بعض. وبعدين نشوف صوفيا ولوجان وكارا راجعين مع بعض، وبيسال لوجان صوفيا ويقول لها انت قلتي ان اورون انقذك من الاورك من فتره صح؟ ترد فعلا من 3 ايام في ديماس تم اكتشافه قريب. ويرجع يسالها طيب كان لوحده؟ طيب قولي لي كان بيقاتل ازاي؟ كان بيستخدم تعويذ ايه بالظبط؟ تقول مش هقدر اقول لك بالظبط، بس استخدم تعويذه رياح قويه، وكمان عمل تعويذ على سلاحه وخلاه اقوى. فتقول كارا نفس اللي عمله معايا النهارده، حسيت اسلحتي صارت حاده وقويه. تكمل صوفيا انه كان بيقاتل بالسيف ويلقي تعويذ بنفس الوقت، وكمان سمعت انه تغير تخصصه لسياف بعد ما طلع من فريق الابطال. هنا يصدم لوجان ويقول ازاي؟ ده مش معقول، النهارده كان بيتعامل كمعزز بارع جدا، وبيفتكر ايه اللي عمله اورون وكل توجيهاته، ويقول فهمت غلط، ظلمت الراجل. لما قريت الصحيفه حسيت انه خان توقعاتي، بس استخدم تعويذ الاضعاف على الاورك في السر، واللي سلمى بنفسها بتستخدمهاش كتير لانها صعبه جدا. بس اللي شفته انه اورون استخدمها بسهوله مرعبه. ده في المعركه ضد روتيلا الموت عرفت اهميه تعاون الفريق، بينما المدافع بيشغل العدو، المهاجم والداعم يعرفوا يركزوا ايه اللي هيعملوه بعد كده. وغير انه كمان كان عارف امتى تخلص التعويذ بدقه عليها، ولا وكمان توقع الهجوم الاخير لروتيلا الموت. الاختصار كان متوقع كل حاجه هتحصل بدقه ويدي الاوامر المناسبه، كان متفوق عليا بمراحل. طيب ازاي غير تخصصه لمهاجم؟ وما كملش كلامه يلاقي كارا بتسال صوفيا قوته ازاي كمهاجم. صوفيا تقول زي ما قلت قبل كده قطع عشرات الاورك في لحظه، ويتحمسوا وياخدوه قدوه ليهم. بيكمل لوجان تفكيره ويقول كمان مهاجم قوي، ده فعلا العبقري الحقيقي، راح اتعلم كل حاجه منه علشان اكون اقوى. هنا تسال كارا عن تعبير وشه الغريب، يقول لها لا مفيش، كنت بحمس نفسي ليوم بكره بس. تقول ما دام كده فنحن متحمسون ليوم بكره برضه. وبعدين نشوف اورون والاتنين اللي معاه قاعدين يتعشوا ويسالوه لو كان بيحتفل كتير في فريق الابطال. يقول مش بالظبط، لانه كنت مسؤول عن كل الاعمال الروتينيه عشان كده ما كنتش فاضي. بيهونوا عليه ويقولوا له المقال كان فظيع، ما كانش لازم يكون طحن خواطر بالشكل ده، عشان كده كبر دماغك منه. بيتاثر اورون من كلامهم وبيشكرهم. وبعدين يسالوه هو سياف ولا معزز، عشان ذكر في الصحيفه انه معزز، واورون كان قايل لهم قبل كده ان هو سياف. يرد انه غير تخصصه لسياف، واصلا في البدايه مع فرقه الابطال كان سياف وحلمه انه يكون سياف، ودلوقتي جات له الفرصه. فبيسالوه يعني ده حلمك؟ اكيد كان ابوك او حد من قرايبك سياف، ممكن ده السبب. يرد انه مش ابوه بل جده، كان مستكشف زمانه مره قضى على وحش بسيف واحد، لما شفت كده اصبح حلمي اكون سياف زيه. فيزيدوا بسؤال انه ما دام ده حلمه ليه لاقي معزز؟ فيرد انه لما بدا ينزلوا للطوابق السفلى بدات الوحوش انها تكون اقوى، والتقدم بتاعنا بقى اصعب وابطا، وعشان احنا عايزين
نتقدم بسرعه فكرنا في المعززين اللي اتشهروا وقتها، وبما اني بعرف بعمل اي حاجه الاختيار كان عليا انا لاكون المعزز، فبيردوا بخيبه امل اذا لاسباب تتعلق بالفريق. بس القرار ده وصلكم للطبق 94، اذا قرار صائب مش كده؟ علشان يقولوا اورون لا طبعا فيستغربوا. هو يكمل حتى لو غيرت تخصصي كان لازم نقف نرتاح شويه ونزود قوتنا. هنا هم يستغربوا. اورون بسرعه يقول لهم شكله كان قاسي على فريقه حبه، ويقول في نفسه ما اقدرش اقول اكتر عن كده لانه فرصه فرقه الابطال تتجاوز الطابق 94 معدومه. المهم يقولوا له طيب قول لنا ايه رايك عن السياف المثالي، مش تقدر تقول لنا رايك في الموضوع ده؟ يقول ايوه طبعا، ربما السياف اللي يعرف يعمل كل حاجه لوحده، باختصار سياف قادر يجتاز الطوابق السفلى لوحده من غير فريق. بالمناسبه ده اللي عايز اوصل له. فدول بيشجعوه ويقولوا له انه يقدر يوصل لمبتغاه. وتاني يوم يوصل اورون لمكان التجمع زي كل يوم ويقول خلاص اخر مرة هشوف فيها المنظر ده، ويلاقي الفريق رقم 10 بيصبح عليه ولوجان شكل ثقته باورون رجعت، وكانت تطلب من اورون مكافأة لو خلص يوم النهارده بنجاح، وكانت بتلمح لصوفيا انها تطلب من اورون الانضمام للارانب الفضية. المهم تقول لاورون صوفيا عايزة تقول لك على حاجة، وبتشجع صوفيا ولسه البنت هتتكلم عشان سلمى تنادي على اورون فبيعتذر لهم ويمشي، وهو ماشي بيسمع من الاثنين دول انه فريق الابطال هيختبروا تعاونهم مع العضو الجديد وهيبداوا من الطابق 92. اورون يقول في نفسه ده اكبر غلط هيعملوه، لو عايزين يختبروا تعاونهم لازم يبداوا بطوابق سفلى مش عميقه، بس يلا مشكلتهم ماليش دعوه بيها دلوقتي. ونشوف فريق الابطال بعدها فيها الطابق 92 واوليفر يقول بالمعنى الحرفي انه الفاشل ده مش هنا علشان يعرقلنا، ودي اول مغامره بالفريق الجديد ويلا عايزين نختم الدماس. العضو الجديد بيشكر اوليفر ويقولوا لها يلا عايزين نشوف ابداعاتك عشان ترد اني ليه ما تخافوش هي مش زي كثير الحرفه ده، وياخد باله اوليفر انه لونا الوحيده اللي مش عاجبها الكلام، ويقول انه لونا بعد المغامره دي هتعرف انه احنا الصح. ونرجع فلاش باك ونشوف العضو الجديد اللي اسمها فيلي بتعرف عن نفسها وتقول انه بيشرفها انضمامها لفرقه الابطال، بيرحبوا بيها ويمدحوها ويتنمروا على اورون كالعاده ويقولوا مفيش خلاص تعويض الضعيفه دي. فيلي تشكرهم على الحفله اللي عملوها لها، يقولوا لها دي حفلتين، انت السبب الاولاني والتاني عشان رحل الفاشل اورون ده، اتصدمنا لما شفنا الحسابات بتاعته، احنا معانا فلوس كتير مش عارفين ليه كان بخيل كده، الفلوس ملهاش لازمه لو ما اتصرفتش. فترد فيلي برد منطقي وتقول مش الفلوس دي مخصصه لاحتياجات ونشاط الفريق. يقطعها اوليفر ويقول كفايه كلام عن اورون، النهارده حفلتنا للترحيب بفيلي، وهم بيحتفلوا بتدخل عليهم لونا وتقول معاها خبر مهم لازم تتحقق منه، ولكن تستغرب لما تشوف فيلي وتفتكرها ضيفه هنا، ولكن اوليفر يقول لها كملي وما تشيليش هم. تكمل وتقول سمعت انه اورون هيدخل الدماس العظيم الجنوبي مع الارانب الفضيه، اقدر اعرف ده حصل ازاي؟ يتصدم اوليفر وتقول اني ازاي وصل للارانب الفضيه بعد يوم واحد بس، ويكمل ديريك هل لسه بيفتكر نفسه من الرتبه اس. تنصدم لونا وتقول قصدكم ايه؟ حصل ايه وانا مش موجوده؟ يقول اوليفر اسمعيني بهدوء يا لونا، ما كملش كلامه وتقاطع اني وتقول كثير الحرف ده مشى من الفريق من يوم. تقول لونا بحزن ومصدومه اورون ساب الفريق يعني تخلى عننا. يزعق ديريك انت تتكلم وكانه هو اللي سابنا، بالعكس احنا اللي طردنا الفاشل ده. هنا الامر يختلف 180 درجه يا عزيزي. لونا نظرتها تكون جديه ومخيفه وتسال اوليفر لو الكلام ده حقيقي. يقول اوليفر ايوه الكلام ده صح، عشان كده خلينا اعرفك بالمعزز الجديده فيلي. لسه فيلي هتعرف عن نفسها عشان تقاطعها لونا وتقول على ما اتذكر اني كنت معارضه على قرار استبدال اورون. يتعصب ديريك ويقول لها ازاي تقاطع عضونا الجديد؟ لسه هيسحب سلاحه فيوقف اوليفر ويتكلم مع لونا بهدوء ويقول لها لازم تفهمي انه اورون ضعيف وقوته مش كفايه لينا دلوقتي. بتقول له انا مش فاهمه ايه اللي انت بتقوله ده، اورون هو اساس الفريق ده بجداره، لو وصلنا للمرحله دي فده بفضله هو وحده، ما نقدرش نتقدم خطوه تاني من غيره. فتقول لها اني لو انت شايفاه قوي فباقي العالم مش شايفه كده، كما ان الاوان قد فات، مهما تنططت مفيش حاجه هتتغير. تزعل لونا وتقول فعلا الاوان فات. ويكمل اوليفر بما انه كلنا هنا خلينا نشرح خطتنا، هننزل للطبق 92، لو تعاوننا كويس ننزل على طول للطبق 94. بس لونا تعرض على كده، ليه معارضه يا لونا؟ تقول لك بكل اختصار انا مش عايزه اموت. ديريك بيتمسخر ويقول سمعتوها هنموت قال لو نزلنا للطبق 92. كمل لونا حتى لو فيلي كانت معززه ممتازه فالتعاون لازم نختبره في طبق اسهل من كده. يردوا ايه اللي انت بتقوليه ده؟ احنا عدينا الطبق 93 والطبق 92 كان سهل خالص. تقول لهم في تنين اسود هناك فزنا عليه بالعافيه اخر مره. يقولوا لها ده عشان اورون كان معانا، حاليا مع فيلي الامر هيكون اسهل بكتير. تقول لهم ما تفهمنيش غلط بس التنين الاسود اقوى مننا بكتير. يقول اوليفر هدفنا هو اختبار تعاوننا مش هنقاتل التنين الاسود. بس ديريك وانا اللي يقول هنقاتله طبعا. بس مع اصرار لونا بالمعارضه اوليفر يقول لها احنا حسبنا كلامنا يا لونا مش مسموح ليكي بالرفض. وهنا لونا تستسلم للامر الواقع. ويخلص الفلاش باك ونلاقيهم امام ماموس عملاق، اوليفر يصد منه ضربه ويضربه بسيفه ولكن ما اتخدش حتى. يرجع وتخلص تعويذه فيلي عليه، بيحس انه الاسلحه وجسمه دي كله عليه. يقول بالوضع ده مش هقدر اكمل. يقول لي فيلي
لي ايه يا بنتي تعويذك بتخلص ليه على طول؟ تعتذر له وتقول له لسه ما خدتش على اسلوب قتالهم. اوليفر مستغرب يقول هي الحكايه بتاخد الوقت ده كله؟ اورون كان يتكيف على الموضوع في ساعه واحده بس، وبعدين يصد ديريك ضربه تنعكس على انيلي وكانت هتصيبها. يعتذر لها ويقول لها انه فقد توازنه، بس في نفسه يقول هو ايه الحكايه، كنت متعود اصدها بسهوله، بس انا اللي بتعمل تعويذه بتضرب بيها كور نار ما تعورش حتى عيل صغير، ايه الهبل ده يا بنتي، اقعد على حيلك واسكتي. اوليفر يزعق فيها ويقول لها بطل استعباط وقتل بجد، تقول له انا بضربها باقصى ما عندي زي كل مره، مش عارفه هي ليه ضعيفه كده. اوليفر يتصدم زي كل مره ويقول لي هو ازاي؟ طيب عززي انيلي يا فيلي، تقول له انا معززاها فعلا. قال لها طيب عززيها تاني وتعززها تاني، ولكن لم يتغير شيء، هجومها لسه لعب عيال، امال لولا التعزيز كان هجومك شكله ازاي؟ شغاله تتنمر على اورن ومش شايفه نفسك، تصرخ وتهرب زي الجبان. اوليفر مصدوم يقول المفروض سحر دعم فيلي اقوى من اورن بمراحل، طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ كلهم في وضع ميؤوس وينادوا على اوليفر، يقول لانيلي بغتي من جنبه ولسه بتجري بيهجم عليها تاخد ديلها في اسنانها وتخلع. فاوليفر يقول لفيلي راقب الوحش كويس وخمني هجومه اللي جاي، تقول له ده مستحيل طبعا، يقول لها ده مش شغل المعزز راقب المعركه ويخمن كل هجوم وكل حاجه بتحصل. البنت مصدومه وبتعتذر تقول ايه اللي في ايدي دلوقتي اني اعمله هو سحر الدعم. يقول اوليفر ديريك وانيلي قوتهم مش زي كل مره، بل وحتى انا مش قادر اطلع قوه سيفي النهارده. نظريا كده سحر فيلي زود قوه جسمي كتير، بس ليه احنا ضعاف كده؟ لولا تقول لهم لحد دلوقتي يعني مش فاهمين ليه ده كله بيحصل. يقول لها انت عارفه ليه؟ طيب قولي لنا احنا فريق، يعني بذمتكم انتوا مش عارفين ليه؟ احلفوا كده انك انتوا مش عارفين، حاجه في قمه الغباء والاستفزاز يا اخي. المهم لسه هتقول لهم بس الطاغيه ظهر، ايوه التنين الاسود، يخرب بيت عقلك، احنا قادرين على ده عشان تطلع لنا انت؟ نزل على الماموس حرفيا هرسه. لولا تقول بسرعه لازم نهرب من هنا. انيلي وديريك يرفضوا وعايزين يقاتلوا، يعني انتوا عايزين تقاتلوه؟ ايه محششين يا ابني انتوا اهو. اوليفر يقول مفيش وقت نهرب، لازم نقاتل، غلبناه قبل كده وهنعملها تاني. لولا تنصدم من تخلفهم بس بيهجموا بكل غباء، اول ضربه يصدها ديريك تطيره 10 متر لورا. لولا تروح تعالجه، واوليفر يقول لفيلي ليه عملتيش تعزيز لديريك، ولكن لا حياه لمن تنادي، البنت بلا حركه مصدومه ثابته مكانها. اوليفر يقول ازاي معزز اقوى من اورن يكون كده؟ انيلي تهجم عليه بهجمه تفتكر راح تؤثر، بس على المطبخ يا بت ولا اتخدش حتى، يهجم عليها بهجمه تيجي في الحجر بس دي تطير ويغمى عليها، امال لو جت فيكي كنتي عملتي ايه؟ لولا تقول لازم ننسحب بسرعه، بس اوليفر متثبت مكانه مش مصدق ايه اللي حصل. لولا تصرخ عليه وتقول له مش هنقدر نفوز عليه، هنموت كلنا، والتنين يستعد لاقوى هجوم عنده. ولولا تقول له اوليفر لازم يكسبه الوقت، بيفوق فيلي ويقول لها تعززه ويعمل اقوى هجمه عنده اللي اسمها الوميض المقدر، وبيشحن سيفه ويكرر الهجوم. لولا تقول له اشحن سيفك اكتر من كده، بيقول لها مفيش وقت ويطلق هجومه، وفعلا صد ضربه التنين بس طار وحصل للي قبله. التنين يقف بجبروته وطول في عرض، واوليفر استسلم خلاص. تيجي لونا تهديه، يقول لها قولي لي يا لونا هنعمل ايه دلوقتي؟ تقول له انت ايه اللي تقرر كده، مش انت القائد؟ وبينما التنين بيستعد له هجوم تاني، تقول لونا لازم نستعمل بوابه التقلب، دي اداه سحريه للهروب الطارئ وبتستخدمش غير في الدماس، تفتح بوابه لمكان تاني، بس المكان ده هيكون مكان زعيم بين الطوابق العليا والسفلى، بس احسن من قتال التنين الاسود. بيساعدوا بعضهم ويفتحوا البوابه، بس التنين يلاحظ البوابه ويوقفهم بهجومه، والبوابه بتوسع ويعدي منها التنين. يا نهار اسود، انتوا متخيلين المصيبه اللي حصلت دي؟ ديريك يقول اخيرا نجونا، تزعق فيه لونا وتقول له ايه اللي انت تقوله ده اسوأ سيناريو ممكن يحصل. لسه اوليفر واخد باله من اللي حصل عشان تكمل لونا في مغامرين على وشك انه يقابلهم التنين الاسود من غير ما يعرفوا. تقول فيلي ما كنتش اعرف انه التنين قادر يستخدم بوابه التنقل، عشان تكمل لونا انه لازم يروح للنقابه ويطلبوا منهم اخراج جميع المغامرين قسرا بالانتقال الفوري، وتقول دي ميزه في النقابه بتسمح باخراج الكل من الدماس قسرا، ده خيارنا الوحيد الان. يقول اوليفر كده النقابه هتعاقبنا، بس مش وقت نشيل الهم ده الان، يلا بسرعه. فبتوقف لونا وتقول له هتسيب فريقك هنا، وبعدين بتعالجهم لونا وتقول بعد ما ينتقل الجميع بالانتقال الفوري وقتها لازم نقاتل التنين تاني. يقول لها ما انا عارف. تقول له لازم وقتها تبدل فيلي باورون تاني. يقول لها انت بتهزري. تقول له مش عجباني فكره نخلي اورون يصلح غلطتنا، بس احنا محتاجينه حاليا. ديريك بيرفض، بس تكمل لونا تقول كنتوا عايزين تعرفوا سبب ضعفكم صح؟ يقول لها طبعا، تكمل انتوا زي ما انتوا مفيش حاجه اتغيرت. يتصدم يقول طيب ليه احنا ضعاف كده، حتى اقوى هجوم الوميض المقدس ما خدشوش. تقول له ما الاجابه واضحه، ده عشان اورون مش معاكم. تكمل وتقول له بالعافيه عرفت تعمل الوميض المقدس من شويه، بس في المعتاد قوه الوميض الحقيقيه بالضعف ده. وتساله انت عارف الفرق بين تعاويذ التعزيز يا اوليفر؟ يقول لها طبعا، قوه التعزيز تعتمد على المستخدم، ووقت التعويذ تعتمد على الشخص اللي تم تعزيزه. في العادي التعزيز يستمر ل3 دقائق. تقول له فيلي ده طبيعي، بس انتوا مقاومتكم للسحر عاليه جدا، بالكاد التعزيز يستمر معكم دقيقتين، وانت يا اوليفر بالعافيه تكمل معاك دقيقه. تتصدم يقول لها انا اول مره اسمع الكلام ده. ترد لونا وتقول جسمك لا يناسب اي سحر تعزيز، بس اورون تعامل معاك بامتياز. برضه مش مقتنع ويقول فيلي تعرف تعمل كده برضه، دي ابرع من اورون. تقول ما هو عشان كده لازم نبدلها باورون. يقول لها بالظبط، هو اضعف من باقي المعززين. تقول له اورون كان عارف كده كويس، عشان كده
اخترع انواع سحر اصلي خاص بيه علشان يعوض ضعفه. ينصدم يقول سحر اصلي والباقي مصدوم ويقول ده مستحيل، مستحيل يعرف يعمل كده. تقول لهم لا بيقدر، وتخلص علاجهم وتقول يلا بينا بسرعه عشان نبلغ النقابه. وفي الطريق يقول اوليفر حتى لو معاه سحر اصلي لسه اضعف من الباقيين. ترد تقول له لا طبعا، في واحده من تعويذه بتزيد القوه فوق 50 ضعف، صدمته بتزيد 50 ضعف عشان فيلي تزيد من الشعر بيت وتقول مستحيل ده. سلمى بنفسها قالت انها ما تقدرش تعزز القوه فوق 10 اضعاف. لونا تقول ممكن تصدقوش بس دي الحقيقه. اوليفر يقول يعني الوميض المقدس كان بيعتمد على سحر اورون. تقول له سحر انيلي الهجومي كمان كانوا مدعومين بسحر ال50 ضعف، وده اللي خلاكم مغرورين بنفسكم. والكلام على انيلي كمان كنت بتعتمد على سحر اورون كتير، عشان كده في الفتره الاخيره ما كنتيش تعمل غير تعويذ من الدرجه المتوسطه السهله. ممكن ما تقدريش تستخدمي تعويذ من الفئه المميزه تاني اللي بياخد وقت وتركيز. دريك يسال هل انا كمان كان بيدعمني؟ بتقول له طبعا، غير سحره بيأثر على الاسلحه والتعاويذ، عشان كده لما تخلص تعويذه ما تحسوش ان الاسلحه دقيله. يتصدموا هما الثلاثه عشان فعلا النهارده كانت الاسلحه دقيله عليهم. تكمل وتقول قلت لكم كده كتير قبل كده وما فهمتوش، هل فهمتوا دلوقتي؟ يرد اوليفر ايوه بس الاوان قد فات. بيطلع من الدماس وهم بيجروا والكل بيشوفهم ويقولوا معقول خلصوا بالسرعه دي، اكيد المعززه الجديده عملت شغل ممتاز. وبيمدحوا في فرقه الابطال ويقول اوليفر في نفسه احنا مش ابطال، احنا عرضنا كل مغامر في الدماس في خطر، تبا عرفنا نغلبه قبل كده، انا اللي ضربته الضربه القاضيه. فريق الابطال هزموا، فرقتنا تقدر من غير اورون. يا لا لغرورك يا اوليفر، ما تعلمتش الدرس الى الان. اورون حارقك للدرجه دي، ايه الحقد ده يا اخي؟ انتوا فعلا اصدقاء طفوله، ولكن نتذكر قول الشاعر صبرت على حسودك غير اني رايت الصبر للحساد نارا، كفى بالحاسد الغيران غما اذ راى في اخيه الاختيارا. نشوف بعد كده اورون وهو وفريقه بيفكرهم بالخطه، ولكن لسبب ما اورون مش مرتاح النهارده، حاسس انه في شيء خطير مستنيهم. قرب تسال اورون ايه الوحوش اللي هيقابلوها النهارده لانها متحمسه انها تقاتلهم. ينصحها اورون انه تعاون الفريق مهم ولازم تعرف تقاتل مع اصدقائها. يكمل لوجان ده فعلا لانه البرت قال التعاون مهم برضه. يسال لوجان اورون لو يعرفه، يرد اورون طبعا كان النجم بلا منازع في فريق الارانب الفضيه، بس سمعت انه مات السنه اللي فاتت وهم بيقاتلوا التنين الاسود. تكمل كارا وشها كله حزن انه مات وهو يحمي المدافع اللي اصلا كان دور المدافع انه ينقذه. تكمل بملامح جديه انه لازم تبعد عنك الاشخاص اللي المفروض تحميهم، لازم تقاتل لوحدك في الصفوف الاماميه عشان تحمي فريقك. تزعل عليها صوفيا واورون يقول في نفسه النظره اللي على وشها بتقول حاجات كتير، من الافضل ما تدخلش بصفتي غريب، بس يغير حالتها لما يقول لها خلاص انا هنعتمد عليك النهارده. وصوفيا ولوجان بيطلبوا من اورون نصايحه عشان يكونوا اقوى. وبعدين نشوف سلمى بتحكي مع اورون وتقول له انه النهارده اخر يوم والفريق شكله اتعود عليك. يقول فعلا بعد اللي اتكتب في الصحيفه كنت خايف، بس باين كده انهم حبوني. وتوصيه انه يعتني بيهم وتقول له سمعتكم جبتوا سيره البرت، كان موته خساره كبيره لينا وعشان كده فريق الابطال عرف يوصل للمرحله دي. يقول لها كان التنين صعب علينا برضه، كان ممكن نخسر حد فينا زيكم. تقول له كنا نحاول نسد الفراغ اللي سابه بس الموضوع صعب، بتلمح انهم محتاجينه معاهم. بس اورون يعمل نفسه مش واخد باله ويقول لها ان شاء الله تلاقوا بديل ليه. ويقول فريقكم مش محتاج 2 معززين وخصوصا في اعظم معززه في القاره. تقول له انت انضممت لينا كسياف، هقيم مهاراتك النهارده. وبعدين بيفترقوا الفرق وفريق اورون متضايق من موضوع الانفصال ده، بس يشرح لهم اورون انه الانقسام مهم عشان يلاقوا زعيم الدور وعشان يحفظوا الدماس لما يشاركوا المعلومات مع بعض. ويطلبوا من اورون يشرح لهم شويه عن الدماس بما انه وصل لاعمق مكان. يشرح لهم ان الطوابق السفلى تبدا من الطبق 76 وهناك في عواصف ثلجيه، فبيتلموا عليه ويبداوا اسئله ملهاش نهايه حرفيا وهو بيجاوبهم. ويتغير المشهد عند لونا توصل للنقابه ويسالوها ليه الاستعجال ده. بتقول فين زعيم النقابه محتاجاه ضروري. تقول لها في اجتماع مهم. ترد ما فيش وقت، لازم كل اللي بالدماس ننقلهم للسطح فورا. ونرجع لفريق اورون واللي مستغرب انه الى الان ما ظهرش ليهم وحش واحد. ويسال اورون لو الطبق 40 على طول كده، يقول لهم لا، ويقول في نفسه نفس العدم الارتياح اللي حسيته اول الدماء وكأن الوحوش خايفه من حاجه. المهم يظهر واحد من الغبل وتهجم عليه كارا بتهور. اورون نادى عليها بس ما تسمعلهوش، في امل تعويذه اضعاف للوحش وكارا تقطعه في لحظه. بتفرح بس اورون يقول لها نصحتك ما تتهوريش. ويكمل لوجان انه الغبلين صراعه اقوياء، لولا اورون اضعف وكان ممكن تتاذى. تقول مش مهم، المهم اني هزمته. يقول لها اورون لو حصل لك حاجه صوفيا ولوجان هيعملوا المستحيل عشان ينقذوكي وكده هتعرضيهم للخطر، وبعد ما تشوف ملامحهم تحس بغلطتها وتعتذر. يقول لها اورون ولا يهمك، وكمان هعلمك مهاره مخصصه للمدافعين المراوغين اللي اسمها الدفاع النشط. تتحمس وتلح عليه عشان يعلمها لها. يقول لها لما الوحش يهاجم يقوم بحركه قبل الهجوم، مثلا ياخد خطوه لقدام ويسحب ايده لورا،
فلو اصبت قدمه اثناء ما ياخذ خطوه للامام كده بتعرقليه وما يعرفش يهجم. عشان كده لو توقعت حركته قبل ما يهاجم وضربت النقطه اللي يحتاجها علشان يهجم تقدر توقفي هجومه وتفرح جدا. وكمان لوجان يطلب انه يعلمه حاجه. ونرجع تاني للنقابه ونشوف فريق الابطال امام الزعيم ويسال اوليفر عن ايه اللي حصل. بس اوليفر ما يعرفش يتكلم، بس لولا تتكلم مكانه وتقول عايزين نعمل نقل قسري. يتصدم ويقول لها انت عارفه ايه اللي بتطلبيه؟ المنع اللي نحتاجها علشان نعمل كده كبيره جدا، ما نقدرش نعمل كده غير لو في سبب طارئ. تقول له التنين الاسود زعيم الطبق 92 انتقل للطوابق اما العليا او الوسطى او السفلى. يتصدم بس يشرحوا له ايه اللي حصل. الموظفه هتقول لازم نعمل اجتماع لكده، تقول لها مفيش وقت، اللي في اندماس ما يعرفوش بكده. ونرجع للوجان ان هو يطلب من اورن يعلمه حاجه بالذات تعويذه الاضعاف. يقول له التعويذه دي صعبه خالص ومن النوع المتقدم من التعزيز وتعتمد بشكل اساسي على الهدف اكتر من التعويذه نفسها. لازم تعرف المقاومه السحريه للهدف بدقه علشان تعمل عليه تعويذه الاضعاف. وكمان زعماء الطوابق والوحوش القويه اللي هتلاقيهم بعد الطبق 61 ما يتاثروش بيها قوي، حتى المعززين والممتازين ما بيستخدموهاش عشان بالبلدي كده ما بتعملش حاجه. ممكن تنجح مع الوحوش القويه بس لو عرفت المقاومه السحريه بتاعتهم بدقه عاليه. فبيعرف لوجان انه غير مستعد عشان يقول له اورن اولويه انه يتقن المهارات اللي عنده. وعشان ما تزعلش هعلمك مهاره هتفيدك جدا، بص وراك كده. فبيلاقي 2 من الذئاب بيهجموا بس بيقعوا في فخ اورن. يسالوه عملوا امتى؟ يقول مش دروك بس طوال الوقت انا بحط الفخوخ دي، لانه لما تقضي على الوحوش اللي بظهرك تعرف تركز على اللي قدامك وده هيكون لصالح الفريق. فيفهم لوجان ويقول يعني شغل المعزز انه يخلي المعركه لصالح الفريق. فبيشكر لوجان ويقول في نفسه اورن المعزز اللي اتمنى اني اكون زيه. ونرجع للنقابه وهم بيجهزوا تعويذه النقل القسري ويقول الزعيم هي هتاخد بعض الوقت وهيحملوا اوليفر مسؤوليه كده. ديريك وقال اللي يقولوا ده مش غلطتهم ويرد عليهم واحد وكمان مسمين نفسكم ابطال ويقطعهم الرئيس ويقول انهم يركزوا على التعويذه. ونرجع لاورن وهو بيدي نصيحه لصوفيا ويقول لها انها لازم تتعلم تعمل تعويذتين او اكتر في وقت واحد. تستصعب صوفيا الحكايه بس يطمنها انه مع التدريب هتقدر. ويقول لها في ناس تعرف تعمل عشرات التعويذ في وقت واحد. تصادم في الاول تسال ليه الحركه دي مهمه ما احنا بنكتفي بسحر متقدم نقاتل بيه. يقول لها لما تتعمق في الدماس مش كل الوحوش نقدر نهزمهم بتعويذ متقدمه، وكمان التعويذه المتقدمه بتاخد وقت طويل حبه. لو عرفت تهجم بتعويذه اثناء ما تجهز التعويذه الثانيه وراها على طولها فالموضوع هيفيدك جدا. تقول له فعلا موضوع الوقت ده ازمه. يقول لها بقوتك حاليا تقدر تقاتلي بالطوابق المتوسطه، خلي الكبار في الارانب الفضيه يعلموكي. سلمى هتفرح بكده. تقول له بكسوف انها تفضل تتعلم على ايده احسن من اختها. يستغرب اورن لما تترجاه كان هيوافق بس هيفتكر ردة فعل سلمى. يقول لها هعلمك لو وافقت اختك. تفرح صوفيا وتقول كده كده سلمى ما تقدرش ترفض لي طلب. اورن ورط نفسه بالغلط المسكين. نرجع تاني للنقابه لقول الزعيم انه التعويذه جاهزه فاضل بس شحنها بالمعنى. ويقول لفريق الابطال انه دلوقتي لازم يروحوا يغلبوا التنين الاسود. يتصدم ديريك وقال اللي تتهرب بقول انهم لسه ما تعافوش من القتال الاخير. بس لونا تقول حاضر هنروح فورا. ديريك وقال اللي يتعصبوا منها بس تكمل لونا انه ليها طلب. ونرجع تاني للدماس عند بوابه الزعيم وتطلب سلمى من المبتدئين انهم يكونوا في منطقه الامان وهم اللي هيقاتلوا الزعيم. ويقفوا امام الزعيم ويقولوا لاورن انهم هيعتمدوا عليه علشان يقول لهم اورن هنقضي عليه في كام دقيقه فقط. يتعجبوا شويه من كلامه بس يبدا الهجوم عليه والكل بيشاهد. لما الوحش استعد للهجوم يدخل عليه اورن وشويه اكشن كده بالسيف ويدخل ويجرح رجله ويعرقل هجومه. وتقول كارا ده نفس اللي قال عليه وتتحمس جدا وتقول عايزه اكون مدافع بالمستوى ده. الوحش بيرجع لورا يلاقي تعويذه سدت عليه الرجوع. يقول لوجان سد طريق الوحش كان بيعرف ازاي هيتحرك الزعيم. وسلمى تعمل 5 تعويذ في وقت واحد عشان صوفيا برضه تقول ده اللي قال عليه اورن. وصد من هنا وهجمه من هنا كان الوحش راح للبرزخ خلاص. وده بيعجب المتدربين. الوحش قضي عليه في لحظات بس عشان تقول كارا انها اول مره تشوف واحد بيقيد الوحش كده. ويكمل لوجان ده المعنى انك تحول المعركه لصالحك. اللي حصل ده كان درس عمل يستفادوا بيه وخصوصا اهميه تعاون الفريق. ونرجع لفريق الابطال واللي في طريقهم للدماس. واوليفر يسال لونا ليه طلبت من الرئيس نقل الناس من الطبق ال40 لل50 الاول. تقول علشان في الغالب اورن هناك. يسالوها هم مالهم بكثير الحرف ده. ترد وتقول لانه احنا حاليا اضعف فريق من الرتبه اس ومش هنقدر نغلب التنين لوحدنا. يتعصبوا من كلامها. تقول لهم من غير لف ولا دوران احنا مصيرنا يعتمد على اورن. ونرجع تاني للدماس ضد زعيم الطبق ال50 واللي عباره عن سلطعون. ويقول له اورن انهم معتمدين عليه في قطع مخالبه ولو قطعها مش هيفضل غير انهم يكسروا قوقعه. عايزين نغلبه بسرعه ونرجع تاني وهنعمل الحفله بمناسبه كده. يقول لها محسساني انه الحكايه سهله. تقول له سهله عليك مش كده. يقول لها امال. فبيهجم اورن وتلاميذه وراه بيشجعوه وشويه اكشن بالسيف تاني ويقفز على الوحش ويعمل تعويذه اسمها الصدمه. قطع مخلب الوحش بضربه واحده ويكون مصدوم من اللي تراه اعينهم من اين جاء بتلك القوه المرعبه. ويشرح اورن للمتابعين انها تعويذه من ابتكاره وابتكرها بالصدفه واللي بترفع قوه هجوم السلاح من 100 ضعف. يا نهار ابيض انتم متخيلين؟ سلمى اثنت على اورن والفريق كله هاجم مع بعض وفعلا غلبوا الوحش. سلمى تهنئ الطلاب وتقول لهم يلا نرجع. واورن من الناحيه الثانيه مبسوط انه كل حاجه عدت بخير. ولكن
الفضاء بينشق ويطلع التنين الاسود، صوفيا تصرخ وسلمى اتصدمت صدمه عمرها، والاكثر اورون يقول مستحيل. ينزل التنين بالرعب وسلمى تقول مستحيل، من الضغط ده اكيد هو الحقيقي، طاغيه بيفتك بكل المغامرين، مستحيل يكون هنا. سلمى تقول لازم تتولى القياده ولكن مش قادره تتحرك. اورون يقول في نفسه فكر ازاي نطلع من الكارثه دي، فيشوف بلوره النقل اللي وراء التنين ويقول لو عرفنا نوصل هنعرف نهرب، بس لما ينظر وراه يعرف انه الوحيد اللي قادر يتحرك. الكل متسمر مكانه من الرعب وجبروت التنين. يقول لو هربت انا هنجو والباقي هيموت، بس هيقول ما اقدرش اعمل كده، لازم اقاتل التنين، لازم ارجع كل المغامرين احياء، لن اخون ثقتهم، مفيش حل للنجاه الان غير هزيمه التنين الاسود. بيصرخ في المرافقين وبيفوجهم ويطلب منهم يعملوا المستحيل علشان يحموا المبتدئين. سلمى تخليهم ياخدوا وضع الدفاع ولكن هجوم التنين اقوى واكبر انه يتحملوا الدفاع. هل هذه النهايه خلاص؟ اورون يعمل تعويذه الصدمه على حاجزهم اللي هيقويه 100 ضعف، واللي فعلا نجح في تصدي الهجوم، ولكن يكون مصدوم من اللي حصل. سلمى تخمن انه اورون اللي جعل الحاجز اقوى، ونشوف التنين بيهجم عليه واورون يتفادى الهجمات، وتقدم اورون على التنين ويرمي سكين على عينه. وفي اللحظه اللي يغمض فيها التنين عينه يكون اورون قفز فوق رقبته وبضرب مع تعويذه الصدمه تعمل انفجار، وكل افتكر انها هجمت اجله ولكن ولا تاثر حتى. سلمى خايفه على اورون بس يطمنها ويقول لها انه معاه خطه، ويكلم المستجدين انهم حتى لو خافوا ما ينفعش يتحركوا من اماكنهم لانه هيحميهم، ويلبس اورون كده كده ويعاود الهجوم تاني ويجذب انتباه التنين عشان يبعد عن الفريق. سلمى تقول هل فعلا ما فيش مشكله نسيب اورون يقاتل لوحده؟ البرت مات على يد التنين ده، هل لو مات اورون هقدر اتحمل خسارته؟ طيب ما هو لو التنين قتل اورون انتوا هتموتوا وراه يا مدام. ما علينا يلا نكمل. التنين يهجم على اورون بهجمه، يرد اورون بتعويذه تعكس الهجوم على وشه. لوجان اتصدم لانه اول مره يشوف او يسمع عن تعويذه تعكس الهجوم، ونعرف برضو انها من اختراع اورون. المهم اورون يتصدم انه الهجوم ما خدش التنين ويقول شكلي كده ما عنديش حل غير اني اتهور شويه، وبعدين يعمل تعويذه دعم لكل القدرات على نفسه. وتقول سلمى تعويذه اورون ترفع قوته للضعف، بس ده مش كفايه، هل اساعده؟ ولسه ما كملتش كلامها وتلاقي اورون ينزل على نفسه بتعويذه ترفع للدبل تاني. تفتكر هيسكت؟ بل نزل بالثالثه وكمان الرابعه وما سكتش، نزل بالخامسه. سلمى لا تستطيع النطق من اللي شايفاه، مستحيل التعزيز يتعمل اكتر من مره في وقت واحد، حتى لو عملته من الاول ده هيرجع الوقت من البدايه مش هيرفع قوتك اكتر. بس اورون عمله على نفسه 5 مرات برفع الضعف 5 مرات برضه. التنين بيطير وبيدي ضربه بديله على اورون بس اورون يختفي، بيدور عليه بس اورون وراه على الحيط. سلمى ده مش سحر، ده عادي، محدش شاف التعويذه دي قبل كده، معقول من اختراعه برضه. كم تمتلك من القوه اللي تخفيها يا اورون؟ مش عارفه اعد عدد التعويذات اللي بتستخدمها علشان اورون يشرح لنا انه استخدم 30 تعويذه في وقت واحد واللي رفعت قوته ل 32 مره. يخرب بيت جحودك يا اخي. ولاحظ انه في عين منهم اصبح لونها رمادي من تهوره ده، وبعدين بيهجم ويقول لازم ينهي القتال ده بسرعه. ينط ورا التنين والتنين يعاود الهجوم بديله، بس تلاقي اورون عمل حاجه كده سودا في الهواء واقف عليها، واللي طبعا صدم الكل عشان اورون يقول ده مش سحر بل مهاره فريده. وبيشرح ويقول في بعض البشر لما تكون مهارات فريده دي قوه مختلفه عن السحر، قدرتي اسمها التقارب السحري، واللي تخليني اشكل السحر اللي حواليا لاي حاجه ماديه زي ما بستخدمه للقفز في الهواء. باختصار دي مهاره متعدده الاستخدام، وكمان اوليفر يمتلك نفس المهاره دي بس هو ما يستعملهاش غير في الهجوم بس. وبعدين يعمل تعويذه الحده على السيف ومن ثم الصدمه ويجرح رقبه التنين. اعجاب طلابه بيزيد لانه اخترق صلابه التنين. ينزل اورون بس منهك خالص. سلمى تقول انا مش فاهمه حاجه، كل حاجه بيعملها مستحيل عمليا. الحفاظ على كل تعويذ الدعم دي، وكمان يعمل تعويذ على سيفه وتعويذه الصدمه بتاعته دي، غير انه بيقاتل اثناء ده كله. هل هو جاد في انه يهزم التنين لوحده؟ حتى لو ناوي يعمل كده انا في ايدي اساعده، ده اقوى فريق في الارانب ما عرفش يغلبه. حتى لو انضممت لوحدي ايه اللي هقدمه؟ معقوله انا ليه جسمي بيرجف كده؟ ايه اللي انا حاسه بيه دلوقتي؟ معقول انا خايفه على اورون؟ لا، ولكن مش عارفه ليه، بس تتمالك نفسها اخيرا وتقول لو هقدر اساعده بحاجه فعلا فالا وهي حمايه المستجدين، كده هخليه يعرف يركز على القتال. التنين بيطلع هاله كده وتهجم على اورون بهجمات شرسه، واورون طبعا يتفادى بسرعه مرعبه. القتال بيقف هنا ويرجع بينا فلاش باك لورا عند طفوله اورون. نشوف اورون بيلف المدينه مع اوليفر وبنت تاني كده مش لونا بل واحده تانيه. يقول اورون في اعمق ذكرياتي لما كنت صغير، لما كنت انا واوليفر نتدرب خارج القريه، رجعنا لقينا قطاع الطرق دمروها ومفيش حد عايش. يفضلوا طول الليل يبكوا ويصرخوا، ولما يطلع الصبح يكونوا دفنوا الناس كلها. اوليفر هكون اقوى يا اورون عشان ما حدش يعرف ياخد مني حاجه تعز عليا. اورون كذلك هكون اقوى علشان مهما يحصل احافظ على اصدقائي وحبايبي. ونرجع للقتال واورون بهيبته طالع من وسط الدخان ويقول فعلا اقسمت انه اكون مغامر واسعى للقوه عشان لا تسحقني كوارث العالم ده، عشان احمي الجميع لازم اهزم الرعب اللي واقف امامي الان. الموضوع بسيط خالص. يفرح الفريق انه اورون بخير، وتكمل سلمى لما يحاول التنين هالته للسلاح دي بتكون اقوى هجماته، قتل عدد لا يحصى من المغامرين لحد ما اصبح بالرعب ده. ويكمل اورون انه قوه التنين تشبه مهارته الفريده، ولكن لما قاتله اخر مره كان بيستخدم هجمات اقوى من كده، مما يعني انه لسه ما قاتلش بكل قوته. بس مش مشكله، خليه مستوهم بيا كده. يهجم ويتفادى ضرباته ويديله ضربه وبيحاول يجرحه بالسيف، ولكن بشرته صلبه جدا. هو بالهواء كان هجوم شرس هيجي عليه صد ورجع لوراها، بس الهجمات ما تبطلش وبيعمل جدار صخري يصد الكل. ويقول شكله التنين قلب جد خلاص، ويتفاجأ بهجوم من وراه مش بيعرف يتفاداه، ولكن بيطلع حاطط جدار عاكس احتياطي، ومن حظه انقذه في الوقت المناسب. والكل
مبهور من شراسه المعركه اللي بتزيد قوه مع الوقت. يقول لسلمى هل يقدر يفوز؟ يقول لازم يدي الضربه القاضيه ودي مش معاه. وبيقول اورن المره الاخيره صد ديريك ولونا الضباب البنفسجي واني اللي كبلت التنين وعميد اوليفر المقدس كان سلاحنا السري، بس حاليا هم مش هنا، لازم يعني اقوم بكل ادوارهم لوحدي. وبيصرخ ويقول اقسم بالا اسمح له بالانتصار عليا مهما حدث، هغلب التنين الاسود لوحدي من غيرهم. وبعدين يهجم على التنين ويحاول يقيد هجومه بمراوغته ويبعد الهجمات عن فريقه، وبعدين يعمل انشاء متوازي اي بمعنى يعمل كميه كبيره من التعويذ زي ما قال لصوفيا، والفريق كله بيكون قدوتهم اورن بعد ما شافوا قتاله. ويقول اورن اراهن انك ايها التنين الاسود ما خدتش كميه هجمات زي دي في حياتك، وعلشان عارف ده كمان مش هيأثر عليك عملت لك تعويذه جديده تمتص المانا اللي بالمكان وتعيد الهجوم اكتر من مره وبقوه اكبر، وده بيبهر ملكه المعززين سلمى اكتر. انا ما كنتش اعرف انه ممكن نستخدم سحر الفخ ده كده، بس التنين ولا بيأثر عليه ويقول حات اخرك يلا. اورن يعمل التقارب السحري على سيفه ويجهز هجوم يشبه هجوم الوميض بتاع اوليفر ويهجم بيه على التنين ويقول شخص يستطيع تختيم الدماس لمفرده انا هاكل الشخص ده، ويعمل كمان تعويذه الصدمه على هجمته واصابت التنين. اورن افتكر انه كده خلاص قضي على التنين، ولكن اللي يسقط ديله مش راسه، هنا يتصدم اورن. التنين ضحى بديله عشان الهجوم لا يصيب راسه. اورن يقول ده متوقع من زعيم طبق عميق، بس مهما كان مش هخسر ضده. التنين يطير ويهجم هجوم شرس، اورن يتفادى الهجمات ويقول من هنا هيبدا الجد بقى، ولكن تعويذاته تخلص وسلمى تدرك كده وتحاول تساعده، ولكن تعويذاتها تدمرت في نفس اللحظه. ويطلع اللي لغاها اورن ويقول لها مش محتاج مساعدتها، هي راح تعاطله، كل اللي عليها تحمي نفسها واللي معاها. تستغرب وتسال نفسها لو اورن هو اللي كسر تعويذتها، لانه ده ما حدش عرف يعمله قبل كده. وتكمل وتقول هو فعلا مش محتاج دعمي، وبتقول عارفه انها ملاش لازمه ضد التنين الاسود. والناحيه الثانيه اورن يعزز نفسه بخمس تعويذ متشابهه بحيث تكون قوه التعويذه بقوه 5 اضعافها، ويعمل تعويذه بارك وكمان عليها تعويذه الصدمه اللي هتخلي قوتها 100 ضعف. وفعلا اوقع التنين للمره المليون. دول فرحوا ولكن يا فرحه ما تمت. التنين وقف تاني، ومن الناحيه الثانيه اورن جاب اخره ويقول ده كله وكمان مش كفايه، ايه الجنون ده؟ وكمان سيفه بيتكسر واورن يلاحظ انه التنين جاب اخره برضه، ويقول لنحسم الامر اذا، ويعمل تعويذه اسمها دمار تعمل دوامه سوداء ضخمه تهز المكان كله. سلمى اتصدمت من ضغط القوه السحريه، ولكن اتصدمت اكتر لما شافت سيف اسود بيد اورن. بيشرح اورن تعويذه الدمار دي بانها تعويذه من صنعه برضه تجمع السحر المظلم في سيف، وحتى من غير تعويذه الصدمه قوه تعويذه الدمار اقوى من التعويذه الخاصه نفسها. المهم التنين يرجع يهجم تاني، اورن يقفز فيه الهواء ويصد الهجمات بتعويذه العاكس ويستخدمها برضه لتزيد من سرعته ويحاصر التنين. والقتال هنا يا صديقي في قمه حماسه، واورن يتوصاش صراحه، يوصل لاعلى مكان وينزل بهجوم ساحق ويعمل تعويذه زياده الوزن ويضيف للشعر بيتي كمان بتعويذه الصدمه معاها، وينزل بهجوم يكاد يفتك باصدقائه كمان، ويعمل انفجار ضخم والاستديو ابدع صراحه. صحيح ليس كانفجار انمي ديمون سلاير ولكن ابدعوا برضه. الضباب والغبار يتشال وتشوف صوفيا وسلمى واورن واقف على رجليه. سلمى تتغير ملامحها من صدمه الى حزن، وصوفيا دموع الفرح تنزل من عينها. اورن ياخد نفسه وينظر اليهم باطمئنان، والكل بيجري عليه ايوه لقد نجونا، لقد هزم التنين الاسود. وصراحه يكون مشهد في قمه الجمال بعد كل الكفاح والتعب ده. وفي الحلقه اللي بعدها هنشوف فريق الابطال بيجري للديماس ويشوفوا الضوء الانتقال، يوصلوا لاول مجموعه واللي مش فاهمه هي طلعت من الديماس ازاي. وفريق الابطال يلاحظوا حاجه غريبه، يكملوا يلاقوا راس التنين الاسود بوشهم. لونا تصدم واوليفر اكتر، اوليفر الغبي يفتكره عايش ويستعد لقتاله. لونا توقفوا وانيلي وديريك مصدومين ويقولوا انه مهزوم بالفعل، مش فاهمين ايه اللي حصل، بس لونا تاخد بالها من اورن واللي بنفسه ضعيته لما غلب التنين. السيف بتاعه يتلاشى، لونا تروح تعالج يوقفها ويهمس في ودنها بجمله اهتموا بتنظيف الباقي. لونا تسال نفسها لو اورن قاتل التنين الاسود وليه هو الوحيد اللي مصاب، معقوله قاتله لوحده؟ المهم ديريك يسال اورن حصل ايه، مستحيل تكون غلبته وحدك، بس اورن ما يعبرهوش بربع جنيه. ده تعصب بس تسكت لونا وتقول واضح ان اورن هو من غلب التنين، ليه بتعترفوش بضعفكم ده؟ يصدم وتعصب منها ويهجم عليها بس بتعويذه واحده منها شلته مكانه. ما انا عارف ان الواد ده لسان بس. اوليفر يوقفهم وينظر الى اورن بنظره كلها غيره وحقد، وبعدها نشوف صوفيا تقول انه تقارير البعثه هيتمحور كله على اورن، انقذني وعلمني اول تعويذه متقدمه والانشاء الموازي، غير انه غلب التنين المشهور لوحده. من الواضح انها معجبه بيه جدا، بس بتدخل عليها سلمى بملامح تحس انها شافت الويل النهارده، وتنام وصوفيا تقول اول مره تشوفها تعبانه كده. وفي اليوم اللي بعده نشوف اورن يعاني من الالم الذي جاء بسبب انه ضغط على نفسه، ويعمل تعويذه تخفيف الالم تعمل كمسكن وكده. جاب بص من الشباك لقي سلمى جاياله، قعدوا مع بعض وجت تطمن عليه من رغم المه، يضحك عادي ويقول لها انه بخير زي ما شايفه. تنام تقف له وتشكره لانه انقذهم، يقول لها مفيش داعي مكانتك بتسمحش انك تعتذري لي كده. يقول له مش مهم مكانتها، هو انقذها وانقذ المستجدين عشان كده شكرها وحده مش كفايه. وبعدين تدخل في صلب الموضوع وعايزاه يجي معاها عشان زعيم العشيره عايز يقابله. يقول لها مفيش مشكله فاضي النهارده. وبعدها زعيم العشيره يقول له بص يا اسطى من غير لف ودوران عايزك تنضم لينا كساف في الفريق الاول لعشيرتنا، وكمان ارشحك لمنصب ملازم في عشيرتنا. يصطدم ويقول له طب انا لسه صغير، يرد انه عنده القوه والخبره الكافيه لكده غير اجتهادك وثقافتك، ويسال سلمى لو موافقه، وطبعا هي ما صدقت وما عندهاش اي اعتراض. اورن يقول عاده العرض ده ما يترفضش، ولكن بيعتذر ويسالهم لو يقدروا يدوه الوقت عشان يفكر وكده. يقولوا له مفيش مشاكل، بس صحيح نقابه المغامرين عايزاك تقابلهم. يقول لهم مفيش مشكله، يبقى
حود عليهم. وبعدها هيحكي للعجوز عن كل اللي يحصل وانه خايف يتم استغلاله وبعدين طرده زي ما حصل معاه. ينصح العجوز انه ممكن نغير مصطلح الاستغلال لمصطلح مساندة بعضنا ويشجعه انه ينضم. وبعدها نشوف اورون عند نقابة المغامرين امام زعيم النقابة والملازمين وفريق الابطال. وزعيم النقابة يقول سمعت انه التنين ظهر في الطابق ال50 وكمان انك غلبت واحدة. يؤكد كده اورون عشان يتكلم ديريك يقول له احنا اضعفنا وانهكنا التنين وانت بس عطيت الضربة القاضية يا راجل احلف كده. وتكمل انلي انهم هم اللي انقذوا حياته. يرد اورون اخرسوا مالكمش دعوة. ديريك اتعصب ولونا تهديه ولا تحس البنت دي كل شغلها بالانمي هي انها تسكت ديريك ده. المهم اورون يستأذن زعيم النقابة ويسأل اوليفر ليه راحوا لطابق ال 92 بالمعزز الجديد. اوليفر يتعصب وما يقدرش يرد ويكمل اورون انه مليون مرة يقول لهم بمستواهم ده ما ينفعش يكملوا توغل داخل الدماس، كذا واحد منكم كاد ان يموت في الطوابق دي. يرد اوليفر ما هو عشان كده جبنا معزز جديد مع واحد يمتلك سحر دعم اقوى منك نقدر نكمل النزول في الدماس. يرد اورون عشان كده طردني بس ده مش معصبني، اللي معصبني هو قلة تقديرك للمعززين. يزعج ده انه عارف كويس قيمتهم والمعزز مهم عشان كده بدلتك. اورون ينكسر خاطره ولكن يقول له ليه بدأت بالطوابق العميقة طيب انت عارف كمية التركيز اللي يحتاجها المعزز هناك. ده يستغرب يقول كل اللي يقوم بيه المعزز هو الجلوس في مكان امن ويلقي التعويذ فقط سهلة اهو. اورون اتعصب يقول له هل انت جاد في كلامك؟ ده يؤكد على كلامه عشان يقف اورون ويقول اوليفر 61 ثانية انا لي 134 ثانية ديريك 186 ثانية دي هي المدة التي يستحملها اجسادكم من التعذيب. اوليفر يتصدم ويكمل اورون انه المعزز لازم يحسب كل الوقت ده علشان يجدد التعويذ وكمان يصدر تعليمات لباقي الفريق. انت ازاي شايف ده سهل؟ قول لي يا اوليفر. اوليفر يتعصب ونار الحقد والغل باين على وشه. ومن الناحية التانية فريقنا الصغير يتفقوا مع بعض انهم يطلبوا سوا من اورون الانضمام للارانب. ونشوف سلمى تفكر في موضوع موافقة اورون وانه خلاص مش هيحتاج ينضم لفريق تاني بسبب اللي حصل معاه وبسبب قوته وغير انها مش تقدر تدعمه باي شكل من الاشكال. هنا يدخل فريقنا الصغير عليها يسالوها عن سكن اورون عشان عايزين يدعوه للانضمام للارانب. ترد انها عايزه كده برضه بس نظرا لقوته هو مش محتاجنا احنا هنعرقله. بس دول يستغربوا يقولوا ما احنا عارفين كده ومن رغم كده عايزينه معانا عشان يعلمنا اكتر. كل نصيحه منه بنزداد بيها قوه. ممكن نعرقله حاليا بس هنكون اقوى لحد ما يعترف بينا كصحابه. سلمى ادركت كده وقالت ايوه صح ما انا ممكن اتعلم منه شكلي فكرت في الموضوع ده كتير. ولسه تقول لهم الحقوه ده في نقابه المغامرين دول يفرحوا ويجروا لهناك. وبعدها هنشوف اورون طالع من هناك ويقول دلوقتي هيحكوا عن عقوبه النقل القسري ربنا يرحمهم بقى. وهو ماشي يشوف فريق الاطفال ده بيجروا عليه. ده يشوفهم ياخد ديله في اسنانه ويجري هو كمان. يجري هو عشان يستخبى منهم يروحوا وراه. يروح هنا وهنا ويقول شكلها اصابات امبارح شكلها بدات تؤثر عليا بس انا ليه بستخبى منهم اصلا. المهم دول يفضلوا يبحثوا عنه لحد ما المغرب يدخل عليهم واورون من الناحيه الثانيه يكون استخبى عند الراجل العجوز ده تاني. يسالوا ليه بقى تستخبى منهم؟ قال له انه قرر ما ينضمش لاي فريق تاني ولما اقول لهم كده هيزعلوا. يقول له يا راجل عشان كده بتهرب منهم؟ ويضحك ويقول له شكلهم مهمين بالنسبه لك. ودول بره يسالوا نفس السؤال هو ليه بيهرب مننا؟ هيخمنوا انه ممكن مش عايز ينضم لينا. تسال صوفيا هيحصل ايه لو رفض صح؟ يقول لوجان وقتها هترك الارانب وهكون تلميذه وكلهم عايزين يعملوا كده لو رفض. نرجع لاورون اللي بيراقبهم ويقول له جاد عارف انك عايز مكان تنتمي ليه عشان كده برضه ما ينفعش تكون وحيد. اورون بالليل يمشي في مكان كده وهو سرحان في كلام الجد ولكن يا محاسن الصدف يقابل صوفيا هناك تشكر لانه انقذهم وتقول له طول اليوم كنا بندور عليك كنت فين؟ يقول لها بتوتر انه كان بيتجول في المدينه ويسالها هي بتعمل ايه هنا؟ تقول له المكان ده قريب من النقابه غير انه مكانها المفضل عشان المنظر الجميل ده وتحكي معاه عن جمال القمر وانه يضيء وسط الظلام وده سبب تسميه اسم الارانب بالنجوم الفضيه علشان تكون ارشاد لكل المغامرين. اورون يسمع ارشاد كل المغامرين تجي له صوره مشوشه لبنت وكانه ناسيها والمفروض يتذكرها. المهم صوفيا تدعو اورون للانضمام للارانب يسالها اورون عن ماذا تكون نقابه الارانب بالنسبه لها. تقول له انها زي بيتها. الكلمه دي تؤثر في اورون جامد. وفي اليوم اللي بعده يروح اورون ويوافق على الانضمام للارانب ويحيي القائد على انه اصبح قائده خلاص. يقول له مسرور بانضمامه بس هنا تدخل سلمى تبارك لاورون وكمان جايبه له الزي بتاع النقابه بتاعه. ايه يا بنت الراجل لسه موافق حالا امتى عرفتي وامتى كمان جهزتي له لبسه؟ عامه بيجي فريقنا الصغير مبسوط بعد ما سمع الخبر ويطلع لهم اورون بالابديت الجديد وشعار الارانب ويقول لهم انه خلاص بقى واحد منهم. وبعدها نشوف فلاش باك ونشوف اورون واوليفر يتبارزوا وفي ناس بيقيموهم. في الاول يكونوا متعادلين ولكن اوليفر يطير سيف اورون ويوقعه. الناس دي تقول ما فيش غير اوليفر يقدر يحقق هدفنا. ففي واحد تاني يتكلم ويقول ان العبقري الصغير قادر على حمايه البطل على الاقل. اورون يقول لقد خسرت ما عدتش قادر على هزيمتك يا اوليفر. اوليفر يتعصب يقول كفايه تهاون معايا عارف انك انت اقوى من كده دايما كنت بتهزمني ايه اللي حصل الان؟ يقول اورون انك تبالغ شويه ده فعلا كل اللي عندي. اوليفر يتصدم ويكمل اورون انا كنت اقوى منك في الماضي بس حاليا انت الاقوى. اوليفر
اوليفر يقول مستحيل اصدق الكلام ده. اورون يرد انه مش عارف يقول له ايه، ولكن هو مش يقدر يهزمه. اوليفر يقول له استناني بس شويه وهخليك تطلع كل اللي عندك المره القادمه. وهنا يا صديقي يبان ان اوليفر عارف ان اورون مستهون بيه فعلا وبيلعب معاه. اوليفر يمشي واورون يقول مستحيل طبعا اقاتلك بكل قوتي، لو عملت كده هتموت وانا مش عايزك تموت. وهنا بتيجي البنت اللي ما عارفينش هي مين لحد دلوقتي، وجات لاورون وقالت له الله يديك العافيه يا ريس. اورون هنا يقول اسمها واللي طلع شيون. اورون يقول لها طيب مش تقولي انك هنا كنت عملت حبه اكشن بدل الهبل اللي شفتيه ده؟ ترد انه دايما يبان في نظرها جامد وكده علشان تكون عارف كمان انا عارفه قوتك الحقيقيه. يرد انه دي كل قوتي الان، ده نتيجه عن ضعف قلبي عن احتمالهم. لا استطيع ان اتحمل قوتي ولا استطيع ان اتحمل نظره الناس دي، ولكن اوليفر يحمل عني ذلك العبء الثقيل الان، وعلشان انا اللي دبسته في كده لازم اساعده. وهنا يا صديقي تبدا القصه تدخل معانا في غموض واسئله مش هتظهر معنا الموسم ده. واول سؤال مين الناس دي وليه اختاروا بطل بين اوليفر واورون، وايه هو هدفهم من الاساس، وليه اورون اخفى قوته امامهم، وعن اي عيب شاله اوليفر اللي اتكلم عنه اورون. المهم بعدها شيون تقول لاورون وهي بتبكي انها مش هتتركه في الطريق ده وحيد، هتكون قويه بما يكفي علشان تسنده. اورون يتاثر من كلامها وتكمل وتقول عشان تقدر تغلب معا انا زيك. هنا بقى الكاتب يخفي عننا تفاصيل وحط لنا غموض يصير من فضولنا، وشكلهم وراهم قصة أعمق بكتير من اللي شايفينه. تكمل شيون إنها هتفضل مع أورون للأبد، حتى لو راح لنهاية العالم هتروح وراه، عشان كده ما تشيلش كل العبء لوحدك. يقول لها ماشي وهي تقف وتقول بالحرف ستبذل كل جهدها لتلحق به، ولما تعمل كده يوما ما سأصبح وسوف نمشي جنبا الى جنب، لذا حاليا كن دليلي. مش عارف يا صديقي اتأثرت ولا لا، ولكن انا اتأثرت. حب شيون لاورون تجاوز الحدود، ولو انت مكان اورون واتقال لك كده والله يا صديقي هتكسر الدنيا. مش عارف لو حد قال لك كده ولا لا، بس عقبال ما تسمعها بقى. ولا اقول لك ما تحلمش كتير، هم بيجي منهم غير النكد برضه. وست البنات لو سمعاني الكلام ده مش عليكي خالص. طلعنا عن موضوع الحلقه، عشان كده يلا نكمل ونشوف زعيم نقابه المغامرين عند شخصيه جديده ومثيره للغموض، واعتذر له زعيم النقابه عن تاخيره. شكل الشخصيه الغامضه دي يكون رئيسه، وانهم تبع منظمه معينه. المهم يتكلم ده ويقول ما دام رئيس النقابه لمناطق الجنوب مستعجل كده اكيد حصلت حاجه مهمه. رد انه قبل 3 ايام في مغامر قتل التنين الاسود عندنا. ده يتصدم ويقول واخيرا كده لازم ناجل غزو الدماس الجنوبي، بس واضح انه لا يقدر حياته بما انه واجه التنين الاسود لوحده. يرد انه كان ردة فعل عن حدث طوارئ بحيث ان التنين خرج عن مكانه المعتاد. يقول ده طيب هل اوليفر هو من هزمه؟ يرد لا مش هو. ده يتصدم ويقول مين غيره يقدر يعمل كده؟ يقول معقول هل هو اورون دورا؟ ده يتصدم ويقول ايه ده، هو انت عارف اورون؟ ده يقول مستحيل، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لو كان فعلا يمتلك تلك القوه ما كانش اختار هزيمه زعيم طابق. وطبعا انت هنا يا صديقي مش فاهم اي حاجه، عشان كده تعال احرج عليك حته صغيره خالص. ما تخافش مش هتضر القصه، بالعكس هتفهمك جزء مهم الان، وهو ان اورون حاليا فاقد ذكرياته، غير ان قوته الحقيقيه مختومه برضه. وقوته الحاليه ما هي الا من جهوده اللي اجتهدها هو فاقد للذاكره، وايضا ملهاش علاقه بقوته الحقيقيه اللي بيحكي عنها الشخص ده. ومن الواضح انه الشخص ده عارف اورون كويس جدا جدا. ولو عايز بعد ما يخلص الفيديو ده اعمل لك فيديو منفصل كده احرج لك كل الغموض ده والاسئله اللي ما ظهرتش اجاباتها غير في المانجا، اكتب لي تحت في التعليقات. المهم الشخص ده اسال زعيم النقابه لو سلوك اورون كان غريب الفتره دي. يرد انه مفيش اي حاجه غريبه ملحوظه. يقول ده في نفسه لم يعد الى حالته الاصليه اذا، بل اكتسب قوه كافيه لهزيمه التنين الاسود بطريقه ثانيه. يبتسم ويؤمر بابلاغه عن اي حاجه بيعملها اورون. بعدها نشوف فريق غريب قتلوا مغامرين وجثثهم امامهم، ولا وايه زعلانين ان المغامرين اللي قتلوهم من رغم ان رتبتهم عاليه كانوا ضعاف. ويسال واحد منهم بنت لابسه ابيض ومغطيه وشها هيعملوا ايه دلوقتي. وايوه خمنت مين البنت دي يا صديقي؟ بالظبط دي هي شيون. يا هلا والله اخيرا ظهرتي، لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه. تقول شيون مفيش اي مغامر قوي ظهر هنا في الدماس الشرقي، عشان كده نمشي دلوقتي. وبعدها تقول ليه ما تظهرش نفسك باحترام كده وانت ساكت. وبعدها يظهر شخص بلبس ابيض برضه يقول لها انه معاه رساله من المقر الرئيسي، وانه ظهر شخص في الدماس الجنوبي يعرف يهزم التنين اسود لوحده، ولقبناه بقاتل التنين، لو ما رضيش ينضم لينا فوقتها اقتلوه. استغرب شيون بان هناك شخص قوي كده في الجنوب. يكمل الجدع ده انه المقر اقر انه الشخص ده انضم لمنظمه الشر. تقول شيون نظرا لقله المعلومات الاحتماليات تقول انه ده مش اوليفر، وتقول دي يا ريت لو ينضم لينا. ويكمل ده لو كان انضم للمنظمه فعلا وقتها هنقتله. وبعدها المبعوث ده يمشي وشيون تحدى وجهتها لهناك، وواحد يقول لها منطقه الجنوب هي مكان المنظمه لازم نتوخى الحذر. وهما ماشيين تقول شيون انها مش مصدقه انه هناك شخص ربما يكون زيها ظهر في الجنوب، مع اني مش عايز اروح هناك بس انا الوحيده اللي اقدر انجز المهمه دي. لو ده فعلا فممكن يسقط الجنوب بسرعه زي ما حصل مع الغرب، ولازم اوقف ده مهما حصل. اقسمت ان اواصل وصيته بعد ما مات. بعدها تتخيل اورون وانه احب شخص في قلبها، مشاعرها
ما اتغيرتش ومش هتتغير ابدا. عشان كده مش هنسى ابدا اللي حصل في اليوم ده، اليوم اللي اتجمد قلبي وتتذكر يوم ما اخذت الوصيه وبكت. وطبعا يا صديقي انت هنا تهت زيي والمؤلف مش موضح حاجه، عشان كده تعالى افهمك. فاكر لما اورن واوليفر لما كانوا بيتدربوا بره القريه، وقتها القريه تدمرت، وقتها شيون ما كانتش في القريه برضه، وتم خداعها بان اورن مات مع اهل القريه، وكتبوا لها وصيه مزيفه على اساس انها من اورن. عشان كده شفناها بتبكي لما شافت وصيه اورن المزيفه، وهي الان رايحه تقتل قاتل التنين واللي هو اساسا حبيب القلب اورن. مش عارف انا يا صديقي كنت هتعمل ايه لولا توضيحي والحرج اللي بحرجه لك ده. المهم شيون تتوعد بقتل كل رؤساء المنظمه اللي تسببت في مقتل اورن، وكمان تتوعد لقاتل التنين لو انضم للمنظمه هتقتله. كوميديا سودة صحيح. المهم بعدها رئيس نقابه المغامرين بيرشح اورن لمنصب ملازم امام الملازمين، ويحكي عن انجازاته وبسببه كل الاعضاء اللي راحوا البعثه احياء، وانه قتل التنين لوحده. وكمان لما كان في فريق الابطال كان بيدير كل شؤون الفرقه وعنده خبره محتاجه لها نقابتنا. اورن قاعد ويقول ما كنتش متوقع انه يطبل لي جامد كده. المهم يكمل ده انه ممكن ياخد مكان البرت اللي مات السنه اللي فاتت. بما انه محتاجين موافقه تلت الملازمين الحاليين هنعمل تصويت، ولسه هيقول مين هيصوت. واحد استأذن لانه عايز يسال اورن سؤال قبلها، وبعدها هيقول احنا فرحانين بانضمامك لينا ونتوقع منك انجازات عظيمه، ولكن انت مستعد انك تضحي بروحك من اجل العشيره؟ اورن يقول بفهم قصده ولكن، وبعدها هيفتكر القريه اللي تدمرت وصوره شيون المشوشه في ذكرياته، ويقول وقتها قطعت وعد ما اقدرش اخلف. وبعدها هيقول انا مش ناوي اضحي بروحي من اجل العشيره. الكل اتصدم ورد يقولوا له كلامك ده مش هيخليك غير مؤهل انك تكون ملازم، بل وحتى يخليك غير مؤهل انك تكون عضو فيها. المهم يكمل الملازم ده ويقول له قصدك انك غير مستعد تضحي بكل حاجه للارانب الفضيه، ما سبب وجودك هنا اذا؟ يرد اورون ويقول من اجل حمايه من يعز عليا. ده يتفاجئ ويكمل اورون ده كان قراري منذ قررت الانضمام للعشيره، بصفتي فرد في الارانب هعمل المستحيل عشان احمي رفاقي. الزعيم يبتسم ده ويسال اورون مين بقى دول اللي بيعزوا عليك كده؟ انت بتقصد الاعضاء مش العشيره نفسها. يرد اورون ايوه ساحميهم ولو حصل ايه، ويقول في نفسه حتى لو كلفني ذلك حياتي. المهم يجري التصويت واورون فعلا اصبح ملازم، وبعدها تاخده سلمى تتعرفوا على فريقه الجديد، بس توقفوا واحده اسمها ستيلا من قسم اداره المغامرات وتساله لو بيعرف يعلم المغامرين المبتدئين. الخلاصه عايزينه يعلم فريق كده. اورون يقول بس ده مش هيتعارض مع شغلي في الفريق الاول. تطمنوا سلمى انهم بيريحوا ايام بين كل غاره في الديماس، عشان كده هيلاقي وقت فراغ كتير. المهم ستيلا تقول له الفريق اللي هتدربه موهوب وتمشي وكانها بتلمح له على حاجه، وبعدها هيدخل الفريق واحد واللي كلهم كانوا منتظرينه. سلمى تقول له ما تتوترش عادي، وهم يقولوا له ايه يا عم الحاج التقينا قبل كده في الغاره المشتركه، ولا سلمى خلتك تنسانا ولا ايه؟ اورون ينكر كده بتوتر. المهم بيعرفوا عن نفسهم وتبدا البنت دي اللي اصغرهم قصدي اكبرهم واللي اسمها رين عمرها 24 سنه وهي ساحره. تقول له لو عندك مشكله تعالى لاختك الكبيره. ده مش مستوعب دي اكبر مني ازاي يعني معلش. المهم ندخل على التانية اللي اسمها لوكيتا لوكريتيا الاسم البارد ده نقولها كريتا وخلاص. عمرها 16 سنه وهي معالجه، وتقول له ناديني بلوكري. والله ريحتيني يا بنتي ناديكي بلوكري وخلاص. المهم فاضل الاخير واللي اسمه ويليكس وهو مدافع وعمره 20 سنه ودلعه بويل. دولك دور حبيبنا اورون واللي مش محتاج تعريف طبعا، نعرف بس عمره 18 سنه ودور مهاجم الان. المهم بيرحبوا بيه ويسالوه ازاي هزم التنين الاسود. سلمى تقول له مش مضطر تجاوب لو مش عايز. يقول لها لا مفيش مشكله، ودولك لازم نتشارك المعلومات ما دمنا فريق. وبعدين يقول لهم هو استخدم تعويذتين مهمين، الاولى اللي اسمها الصدمه ترفع قوه الاعداد او السحر ل 100 ضعف، وطبعا يتصدموا لما يسمعوا الرقم ده. يكمل اورون والتعويذه الثانيه اقدر استخدمها كذا مره لتعزيز تاثيرات السحر الداعم اكثر من المعتاد. يسألوه لحد قد ايه يقول لهم 32 مرة لما كنت بقاتل التنين، وقصده على التعويذة اللي كانت بتعزز قدراته اللي كان يعمل منها 5 تعويذات وينزل بيهم على نفسه. المهم دول اتخضوا لما سمعوا الرقم ده لانه مستحيل حرفيا. يرد اورون انه ما يقدرش يستخدمها غير على نفسه، والضغط بتاعها شديد جدا وما يقدرش يستمر بيها لفترة طويلة، وعلشان معركة التنين طولت ضغطت على نفسي جامد. يسألوه ما دمت انت قوي كده تقدر تقوم بادوار تانية اكيد. يرد انه مهما حاول ما يعرفش يستخدم غير التعويذات المتوسطة. دول ما يصدقوش. وتكمل سلمى مع انك عندك خبرة لدرجة اختراع تعويذ. اورون ايوه ومش عارف السبب، وده يا صديقي سر غامض محتاج اجابته برضه، بس اكيد له علاقه بمحو جزء من ذاكره اورون وختم قوته. يسالون لو معاه قدره فريده، وبعدها هيفرحوا لانه الان اصبح في 3 في الفريق معاهم قدرات فريده. اورون استغرب. سلمى قالت له بكره هنروح نتدرب في الدماس على تعاون الفريق وهتعرف هناك. اورون يقول انه حاليا محتاج سلاح لانه سيفه اتكسر. دول الصدمه يقولوا تجهيز سلاح محتاج ايام. اورون يقول ما تخافوش سلاح عادي من السوق بشتريه في الوقت والحال. لحظه ايه سلاح من السوق مش سلاح مصنوع حسب الطلب؟ يقول اورون لحد الان كان كويس خالص غير اني بقويه او اخليه حاد بسحر الدعم. تعصب رين وتقول له لا يا باشا انت النهارده نجم فريق الارانب ما ينفعش الناس تشوفك بسيف عادي. وبعدها هيروحوا للحداد الارانب واللي التاني اتصدم طبعا لما عرف انه اورون بيستخدم سيف عادي. اورون يقول بعد ما اصبحت من الارانب خلاص يابا نمسك سيف يليق بنا بقى. يطلب من الحداد صناعه السيف ويقول انه يتشرف بكده، بس للاسف صنع سيف يحتاج مواد من الدماس ودولك ما عندهوش. اورون يقول مش مشكله معايا موارد، وطلع حبه حلوين تبهر كل الموجودين. سلمى تسال اورون ليه معاه كميه الموارد دي، يقول لها لا دول شويه صغيرين كده جمعتهم لما كنت مع فريق
الابطال ما استخدمتهمش. دي تعد الاصناف مبهوره، ولكن عينها لما تيجي على البتاع الاسود ده تتسمر مكانها. اورون يقول لها دي حراشي فين التنين الاسود، الفريق كله يتسمر مكانه مصدوم. اورون هنا يدرك انهم قتلوه قبل كده وكمان مات واحد منهم وانه فتح عليهم جرحهم القديم. راح اعتذر لهم. رين تتغير ملامحها تقول له تقدر تصنع اقوى سيف بيها، واورون عارف انها بتتظاهر بكده رغم جرحها والامها بالموضوع. والكل يأيد كده ويقولوا هنأجل حفل انضمامك علشان السيف الجديد. وبعد الفريق يعمل اجتماع واورون مش مصدق انه هيرجع يعمل مع فريق مجددا، ولكن في نفس الوقت بيقول مش هخون توقعاتهم فيا. سلمى تشرح انه مطلوب منهم جمع جلود الاغنام السامه، لذلك هيبداوا من الطبق 86. اورون يقول في نفسه راح اوصلكم للطبق 94 عشان تكونوا متساويين مع فرقه الابطال. بعدها هشوفهم في الطابق 86 وعاجبهم المنظر الطبيعي اللي بالطوابق العميقه. تقول لهم سلمى ما تقللوش من حذركم، في تنانين ارض خطيره هنا، وما تنسوش الهدف الاساسي وهو اختبار التعاون مع اورون. وبعدها هيعملوا خطه الهجوم ويقول ويل اورون انا متاكد انك تقدر تهزم كل الوحوش لوحدك واحنا هنعرقلك بس. وتقول سلمى ما عندهاش مشكله لو القتال لمفرده هيريحوا اكتر. يرد انهم فريق واحد ولازم يتعاون معاهم، وبينما هم يتكلموا هجوم بيطير عليهم بس اورون ينقذ الموقف ويصد الهجوم ويقول ده تدين ارضي مختفي لازم نلاقيه. تيجي لوهري وتقول سيب لي بقى انا الطلعه دي، وتعمل مهارتها الفريده اللي اسمها التعقب السحري واللي تقدر بيها تكتشف موقع الاعداء عن طريق استشعار المنى اللي بالمكان. وفعلا الوحش بيظهر واللي يقول دوري انا بقى، بيدخلوا بشتت الوحش وبيصد هجماته. سلمى تقول له اورون اتفرج بقى على قوتنا، وتعمل تعزيز لرين واللي تعمل تعويذه انفجار قويه تجيب اجر الوحش. اورون فعلا انبهر من سرعتهم وقوتهم. يسالوه عن ادائهم يقول لهم ممتاز خالص، ويقول في نفسه عن ويل ادهشوا انه ما صدش الهجوم بس بل وكمان الغاه. السلاح اللي معاه قله اللي بيعرفوا يستخدموه. ويقول عن رين سرعتها في انشاء تعويذه من رتبه خاصه ممتازه، وكمان مهاره لوكري الفريده ممتازه ومهمه جدا في الدماس، وكمان قدره سلمى على قيادتهم تخليهم فريق مثالي. بس وقتها بيطلع تنينين تاني ويل واورون يبداوا بالهجوم، بس اورون يقف ويستشعر حاجه غلط، ينظر وراه ويهجم بتعويذه ويظهر انه يوجد وحش سلحفاء مستخبي، والان اصبحوا محاصرين بينهم. سلمى تخلي رين ولوكري ضد السلحفاء واورون وويل ضد التنينين، واورون يعجب بسرعه ودقه اوامر سلمى. بعدها يهجم التنين ويصد هجماتهم ويل، بس اورون يتصدم لما يسمع صوت سلمى بعقله واللي يظهر انه دي قدرتها الفريده وهي التخاطر. اورون ينبهر اكتر بالمهارات الفريده بتاعتهم. كل سلمى عبر التخاطر يهجم على نقاطهم العمياء وتقدر تستخدم اللي عايزه من التعاويذ. تؤمر ويل بتشتيت انتباههم. طمن على رين ولوكري يقولوا لها اعتمدي علينا. ومن الناحيه الثانيه يقول اورون مهاره سلمى هي اكتر مهاره كان نفسي فيها لما كنت مع فريق الابطال. وبعدها هيعزز نفسه وتقول سلمى امشي بالتناسق مع ويل، وفعلا يتراجع ويل في اللحظه اللي يهجم اورون ومع تعويذه الصدمه يطير رؤوس الاثنين مع بعض. يجي ويل ويقول لي هي دي الصدمه فعلا قويه. بعدها يطمنوا على السلحفاء يلاقوا رين ولوكري واحده بتشويه والثانيه بتجمده، وطبعا جابوا اجله. الله الله شكلهم بسكوتايه بس هيعوروه. وبعدها هيتمشوا وتقول سلمى لاورون اداؤه كان كويس بما انها اول مره معاهم. رد اورون انه ليه زمان ما حسش بسهوله القتال كده، ويقولوا اسهل من فريق الابطال يرد ايوه فعلا دول كانوا شويه حمير اصبحوا احسن بقوه اورون. المهم كل الفريق بيبدي اعجابه بقوه اورون، وتسالوا سلمى لو هم الان جاهزين لقتال التنين الاسود. يقول ايوه طبعا. يردوا ده علشان انت معانا. يرد لا حتى لو ما كنتش معاكم قوتكم كافيه لهزيمته لوحديكم. رين تقول تدربنا كتير السنه دي وكويس انه تدريبهم جاب نتيجه. يقول ويل انه مقتنع ما دام اورون اللي قال كده. وتكمل سلمى ولكن التنين الاسود قوي جدا، وتذكرت كده فيه البعثه تدريبيه عشان كده خايفه تخسر حد تاني، وتتمنى من اورون لو يساعدهم. يقول لها اورون ده اكيد لانهم فرقه واحده الان. ويقولوا يلا مش فاضل غير نجمع شويه الجلود دول ونرجع. وفعلا يخلص اليوم ويكون اورون كالمعتاد كان متقن في جمع الجلود، وكلهم بيمدحوه. بعدها هيقول اورون لسلمى انه بكره هيروح لقسم اداره المغامرات عشان كده عايز منها تقول له على المكان. تقول سبحان الله ده انا برضه رايحه بكره ابلغ عن نجاح المهمه. الصبح بدري نروح مع بعض، وبالليل يعملوا احتفال وبيشربوا واحد عصير عنب، والكل مبسوط لانه اورون اختار فرقتهم دونا عن النقابات الثانيه. اورون يقول انه مبسوط من قراره ومفيش اي ذره ندم. لوكري تبكي لانه طلع الكلام مع اورون ابسط مما تتخيل، وانها عرفت تنسجم معاه. وطلع الفريق كله كان متوتر وخايف من كده برضه. وبعدها يستفزوا سلمى شويه بانها اكتر واحده كانت متوتره وكده. سلمى تتكسف وتبرر ومن توترها تشرب عصير عنب لحد ما تشوفش قدامها. وهي رين فقدوا عقولهم خالص وبداوا يعكسوا في اورون. ويل يقول له يا بختك يا ابن المحظوظه. يقول له ايه يا اسطى في ايه مش كده ساعدني طيب. يقول له ويل ما تقلقش يا ابو عمو انت نجم الحفله النهارده، اعمل اللي انت عايزه واخوك مش هيبص او هيبص ومش هيقول حاجه. يقول ايه يا اسطى الكلام الوسخ ده. واورون عشان ينقذ نفسه عمل عليهم تعويذه نوم. ومن الناحيه الثانيه الصفر منتظر اخته ومستغربه انها طولت. يخبط عليها اورون ودي تتصدم ولانه بيخبط بالليل كده، وتقول جاي عشان يشوفني ولا ايه. يشوفك ايه يا بنت الهبله ده جايب لك اختك اللي كانت هتعمل المصيبه دي. المهم تفتح الباب وتشوف اورون شايل اختها وتتصدم. اللي هو انت يالا يا سافل كنتوا بتعملوا ايه انت وهي وجايين في الوقت ده. ما قالتش كده طبعا ده تفكيرها بس. اورون يقول اوعي تفتكر غلط يا بنت الناس، اختك بس ضربت عنب لحد ما بقتش تشوف قدامها وانا جبتها لك. صفه تقول في نفسها يا بنت الكلب شكلك استمتعتي كتير النهارده. المهم تصحي اختها بكل حنيه، ولما تصحى تشوف اختها تقول لها ممكن بس معلش كده تنزلي من على اورون بدل ما مذنباه كده، وطبعا هتقولي لي عملتي ايه النهارده. سلمى تتخض من شكل اختها اللي باين انها هتشوف الويل النهارده، وبعدها تديها جلسه استجواب وتانيب تعرفش المفروض مين الكبير والصغير فيهم. المهم بعدها نشوف اورون ينظر لملفات صوفيا ولوجان وكارا ويعرف انهم كلهم
لانهم ماضيهم صعب وبالذات كارا. وبعدها هيروح لمكتب اداره المغامرات والمكتب نظيف جدا صراحه. ستيلا تقول النهارده نظيف على كده طيب، ونتعرف على واحده جديده من قسم اداره المغامرات واللي اسمها كارلا. ترحب باورون وتساله لو قرأ ملفات الفريق 10، يقول ايوه، تفرح وتوصيها عليهم. ستيلا تلقب اورون باوروتشي، اورون يتصدم بس يقول ما عندوش مشكله. ما تعرفش يا صديقي ستيلا دي اي حد بتديله لقب تضيف بس تشي، يعني بتنادي سلمى سلمتشي والان اورون اوروتشي وهكذا. قوم يسالها اورون عن نظام تدريبهم، تقول له ده في ايدك انت يا باشا، علمهم بقى من خبراتك. تقول سلمى طيب حددوا له هدف على الاقل. تقول طيب احنا عايزين خلال 6 اشهر يعرفوا يتعاملوا مع الطوابق المتوسطه بانفسهم. اورون يقول ده طلب صعب. تقول له عشان يتوقعوا منهم انجازات كبيره. وبعدها تمشي سلمى مع اورون وتوقفه وتقول له بما انه قرأ الملفات فده يعني انه عارف علاقتها بصوفيا. يقول لها طبعا، واتفاجأت صراحه. تقول له كانت امها خادمه عندنا في البيت، وبعدها امها ماتت بعد ما ولدتها. وقتها اخذتها عائلتي آل كلودل، ما كانش ليها مكان في البيت بما انها بنت عشيقه، عشان كده كانت حياتها صعبه من صغرها. حاولت اساعدها في كل ما عندي، ولكن عندما تركتها حالها اصبح صعب، عشان كده رجعت واخذتها معي، وبرضه عشان كده عايزاها تطلع مغامره قويه. اورون بوعدها انه هيعتني بيها ويحقق رغبتها. بعدها هيدخل عليهم اورون وطلعوا منتظرين وفرحانين جدا لانه هيرجع يعلمهم. يقول لهم انهم في يوم من الايام هيتعين عليهم مواجهه التنين الاسود لو قرروا يختموا الدماس. ممكن الموضوع صعب عليكم الان بس في يوم هتعملوها. دول يتحمسوا ويقولوا هيبذلوا كل جهدهم لكده. يقول لهم في موضوعين هيحكي لهم عنهم. الاول انهم لازم يفضلوا دايما يفكروا في حلول للمشكله لانه لها 100 حل، عشان كده ما تفكروش بالاسلوب المعتاد وتكيفوا مع الوضع. ثاني حاجه اوعوا تعتبروا كل كلامي صح. دول يصدموا ازاي يعني؟ يرد انه اخطا كتير وفشل كتير قبل كده، عشان كده الكلام اللي اقوله فكروا فيه الاول وخلوه جزء من خبرتكم. ما فهمتوش في يوم من مغزى من امر قلته اسالوني عادي. وبعدها هيقول لهم طيب قبل ما نبدا حابب اعرف ليه قررتوا تكونوا مغامرين. نبدا كده بصوفيا. تقول صوفيا انها قررت كده بسبب انها عايزه تتخذ قراراتها بنفسها زي اختها. كمان لسه ماليش اهداف معينه، بس هكتشف اهدافي اثناء ما اكون مغامره. قرر يوعد انه هيساعدها بكده. وبعدها دور لوجان يقول قرر يكون مغامر لانها بتجيب دخل حلو. يستغرب بس يخليه يكمل اورون ويقول انه قريته كانت فقيره وتربتها غير صالحه للزراعه، لكن هناك يا دوب يسد الجوع. فاهل القريه لما شافوا موهبتي لموا فلوسهم وبعتوني هنا، عشان كده لازم ارد لهم جميل. اورون يقول له ده سبب نبيل، بس لوجان يكمل يقول كنت افتكر نفسي بمستوى مغامر رفيع المستوى، بس بعد ما شفت قوتك ورعب التنين عرفت قد ايه انا ضعيف، عشان كده عايزك تعلمني عشان اكون اقوى. فبيوعدوا اورون انه هيعلمه كل اللي بيعرفه. وبعدها تقول كارا انه جاي دورها وتقول انه ما عندهاش سبب، بس قتل الوحوش بيخلي الناس سعيده وتبتسم وانا بفرح لكده. اورون يستغرب يقول لها ده بس مفيش سبب تاني؟ تقول له ايوه ده بس، بحب الناس تبتسم لانه لما بيبتسموا محدش بيضربني. اورون هنا يتصدم من كلامها وتكمل بوجه مخيف وتقول عايزه الكل مبتسم. لوجان وصوفيا بيبص عليها بخوف وحزن في نفس الوقت. اورون يبلع ريقه ويقول شكل ظلامها عميق جدا، ويقول لها انت معاك حق، لازم الكل يبتسم، شكرا عشان قلتي لي. ودي ترجع ابتسامتها تاني. وبعدها اورون يقول عرفت سبب اختياركم، عشان كده حطوا اهدافكم قدامكم. وبعدها صوفيا تسال اورون لو عنده هدف. يقول ايوه طبعا، مش عايز اخسر حد، هدفي ان اكون اقوى عشان احمي كل اللي يعزوا عليا، علشان كده اصبحت مغامر. ثم يوعدهم انه مش هيعملهم كاطفال بس يطلعوا له كل اللي عندهم. وبعدها يقول لكارا اللي اسمها اصلا كارولاين ان اسمها طويل، يلقبها بكارول. ودي تفرح خالص ولوجان بيغير وعايز لقب برضه. يعطيه اورون لقب هو وصوفيا، بس احنا نفضل نناديهم بلوجان وصوفيا احسن. المهم اورون يقول لهم يلا طيب عشان نبدا التدريب. وبعدها يروحوا للديماس وكارول تهجم على ذئبين وتهزمهم وعامله شغل جامد. بس اورون يقول انه اسلوبها ده خطير، من المفترض ان المدافع بيشتت انتباه الوحوش مش بيقتلهم، واثناء ما هي بتقتل فيهم في ذئب يهجم من وراها. اورون يعمل جدار عاكس ويهجم ويعزز نفسه ويقطع راس الذئب. يقول لها انه اسلوبها غلط وخطير. تقول له هي عارفه بتعمل ايه كويس. يقول لها انه ده ممكن يؤذيها. ترد انها ما اخبرتوش صحيح وتجرح يدها بالسكين. واورون يتصدم بس تقول له ما تخافش وتوري له يدها وجرح شوفيا في الوقت والحال. دي قدرتها الفريده. اورون يتصدم ويقول كارولاين ان غلط حبستها منظمه الشر لسنوات، وهدفهم هو احياء اقوى واشرس الوحوش الوحش الشرير. المنظمه بتهجم على القرى وتعمل تجارب على البشر وتتاجر في البشر، انها من اكبر المنظمات الاجراميه. بس من سنتين دمرت احد معاقلهم واللي كانت فيه كارول، والمنظمه عملت فيها ابشع التجارب والتعذيب بسبب قدرتها على الشفاء. واللي انقذها وقتها البرت، بس حالتها النفسيه كانت مدمره. وبعد العلاج شفيت قليلا واصبحت مغامره بارادتها. بس موت البرت اللي انقذها عمل في قلبها جرح عميق جدا. بس انا وعدت الا اعاملهم كاطفال. وبعدها هيقول لها انظري لاصدقائك كده تلاقيهم غير مبتسمين ومتوترين. تصدم وتقول ليه مش مبتسمين. يقول اورون في نفسه كما توقعت، اكثر ما يخيفها هو غياب ابتسامه الاخرين. وبعدها يقول لها ده بسبب انك جرحتي نفسك. صحيح انه شفيا تماما، ولكن شعرت بالالم، وانا وصوفيا ولوجان شعرنا بالالم برضه لاننا نهتم بيكي. دي بتبكي وتقول ايه العمل طيب. اورون يجرب منها تصرخ وتقول ما تضربنيش. اورون يتاثر بس يحضنها ويقول لها مش هضربك، اصلا ما حدش هنا هيضربك، واللي يفكر بس يعمل كده هقتله. بنت تهدى شويه وتبكي في حضن معلمها. وبعدها هيبدا تدريب الجد بقى. اورون يدرب كارول بتعويذات العاكس وكره كده وتتفادى بالعافيه، ويقول لها شدي حيلك بقى عشان تعرفي تحمي نفسك من اجل اصدقائك. ودي تصرخ فيه معلمها من قسوه التمرين. وبعدها هيدرب لوجان على استخدام الرمح، لانه الرمح بيسيب مسافه بينه وبين العدو. وقتها هيقدر يستخدم التعزيز ويقاتل في نفس الوقت. تقول له
اطلب من ولي علمك بيستخدم الرمح احسن مني. بالنسبه لصوفيا هو التمرين الاصعب يعتبر، يخليها تطرح 7 من ال 500 تنازليا، وفي نفس الوقت عامله تعويذتين تطلق على الهدف بحسب لون الهدف المشابه للون التعويذه، تدريب ليها على الانشاء الموازي. بس فجاه يظهر هدفين بلونين مختلفين، تتوتر وما تعرفش تطلق تعويذ، تطلق هجوم خفي كده بالغلط يجي في الهدف. اورن يقول لها حصل ايه؟ تقول له مش عارفه، بس حاسه انه اقدر اؤثر على الاشياء اللي امامي. يقول لها ممكن تكون قدرتك الفريده. هي تستغرب، واورن يقول لها مش مستعجلين قدام نواقص لحد ما نكتشف قدرتك الفريده. وبعدها يقول ده ممكن ما دامت اخت سلمى تدربهم لحد ما يخلص اليوم. وبعدها بفتره كلهم اتحسنوا وقرروا تتفادى الكرات بسهوله، وصوفيا تطلب تعويذتين معا، ولوجان عامل شغل جامد مع ويل. واورن يهنيهم انهم هزموا زعيم الطبقه 20 واحد من امبارح، وانهم كده خلصوا المستوى الاول وهندخل على المستوى اللي بعده. كلهم يفرحوا، وبعدها هتيجي رين وتاخد اورن ليستلم السيف. وبعد ما انتهى كلهم يعجبوا بالسيف، وبالذات اورن وزنه وحجمه مثالي، ويفرح بيه ويعاهد بالسيف انه هيحمي بيه كل رفاقه وبكل قوته. وبعدها هنشوف اورن بيقطع زعيم الطبق 91 النصفين، والفريق يسال اورن عن السيف الجديد، يقول انه يناسبه، انه فعلا العجوز ده افضل حداد في الارانب، ويقولوا له ده بسبب انه صنع من حراشف التنين الاسود. بس ليه استخدم دم السلحفاء اللي هزمناها؟ ده هيقلل صلابته. اورن يقول خطرت في باله فكره، وبعدها هيقول لهم يقدر يعزز صلابته بالتعزيز فمش مشكله. ويسالوه لو اختار اسم للسيف يرد بايوه، ويظهر انه سماها بالارنب الاسود بمناسبه انضمامه للارانب وكده. وبعدها تقول سلمى بما انه اورن معاه سيف والان احنا مستعدين للطبق 92 واخيرا، والمره دي هنهزم التنين الاسود اكيد. وبعدها هيخلص اليوم وسلمى تقول لاورن انها عايزه تتكلم معاه شويه عن خطتهم للطبق 92. يقول لها انه بكره هيطلع مع فريق صوفيا للدماس. تستغرب انه مش هيستريح، يرد انه هيرافقهم بس مش هيقاتل، مهمتهم بكره يوصلوا للطبق 29. وتفرح سلمى من ازدياد قوه صوفيا. بالليل العجوز يقول لاورن عن اشاعه كده، يرد اورن شكله الموضوع خطير ما دام انت جالك كده. يقول له العجوز كلمه واحده واللي هي اموناسوس. اورن يتصدم بقوه، ويكمل العجوز شكل قتله المغامرين ظهر في منطقه الدماس الجنوبي. اورن يشرح انه اموناسوس واحده من اكبر المنظمتين اجراما بجانب منظمه الشر اللي اسمها سيكلامين. مبدا المنظمه دي انه لا يجب على اي مغامر اكمال الدياميس وقتل عدد لا يحصى من المغامرين. ويكمل اورن ويقول في النهايه دي اشاعه ما دام النقابه ما اعلنتش. يقول العجوز بس سمعنا عن مقتل مغامرين عاليين المستوى. يقول اورن ممكن اخفوا كده علشان ما ينتشرش الخوف، بس ايه المشكله اصلا في اكمال الدماس؟ بس ما توقعش اصلا جواب منطقي من مجموعه قتله. وبعدها اورن يطلب من الجد صناعه طلب ليه، ويتغير المشهد ونشوف الفريق كله يستعد لمقاتله التنين الاسود بعد 3 ايام. واللي عمل صيانه للسلاح هو يتذكر انه السبب في موت البرت، لان البرت انقذه ومات مكانه. وصوفيا خايفه على سلمى، بس توعدها سلمى انها ترجع لها. وتاني يوم ينجح الفريق في اجتياز الطبقه 29 ويبارك لهم اورن، ويقولوا بعد الطبقه 30 اخيرا هيوصلوا للطوابق الوسطى. اورن يقول لهم وقتها هتكونوا مغامرين حقيقيين مش هتكونوا مبتدئين تاني. وصوفيا تخاف لو حصل كده اورن مش هيعلمهم تاني. وبعدها هيقدموا طلب لاجتياز الطبقه 30، تقول لهم ستيلا هيرافقهم مغامر من الفرقه 2 كمراقب. استغربوا وتقول لهم بس يتاكد انكم اجتزتوا الطبقه 30 لوحدكم. يقولوا ليه هيحتاجوه معلمهم معهم؟ تقول انه موعدهم بعد يومين واللي هيروح فيه اورن لمواجهه التنين. يقولوا ما ينفعش نغير الموعد. تقول لهم لا، لانه المرافق ملتزم بجدوله برضه. يقول لهم اورن لو يخلي سلمى تغير ميعاد مقاتله التنين، ولكن صوفيا تعترض لان دي امنيتهم من زمان. لوجان يطلب من اورن يسيبهم يروحوا لوحدهم المره دي، وسبلتهم انهم مش هيفضلوا يعتمدوا عليها على طول. وبعد شويه تحايلات يوافق اورن، بس يقول لهم الاول وروني خطتكم لتجاوز الطابق. وبعد ما يوروه الخطه يقول لهم هتكونوا بخير لو مشيتوا على الخطه دي. يفرحوا، ولكن اورن يحذرهم انه مش دايما الامور تمشي على حسب الخطه، عشان كده لازم يكونوا حذرين. ويعطيهم قلادات ويقول لهم انها بتجي بالحظ وكده. وفي اليوم اللي بعده يستعدوا امام المدخل، وبعدين يدخلوا ونشوف لوجان يقول سامع خطوات قدامي، مش عارف نوع الوحش بس اعتقد ان عددهم 3. صوفيا تقول لقرة تشتت الوحوش بينما تهاجم هي ولوجان. وبعدها يظهر 4 غبل مش 3. تدخل قرة تشتتهم، ولوجان بتعويذه تقضي على 3، وصوفيا بتعويذه ريح تقضي على الاخير. المرافق اتصدم من اللي شايفه، هو انتم مبتدئين فعلا؟ دول يبصوا على بعض ويردوا بصوت واحد انه معلمهم ممتاز. وبعدها نشوف صاحبنا عند بوابه التنين وتاكد عليهم سلمى لو مستعدين وفعلا يدخلوا لغرفه التنين. يجي التنين من وراهم ويتحمس ويل ويقول يا هلا والله ليا زمان ما شفتكش. ويقول باقي الفريق حان وقت الانتقام لالبرت. سلمى تعززهم، وطبعا اورن يعزز نفسه مش محتاج تعزيزها، ويبدا اورن وويل بالهجوم. عند فريقنا الصغير لما يوصل بوابه الزعيم يلاقوا فريق شيون في وشهم. ايه النحس ده؟ حد داعي عليكم النهارده؟ ويروح لعندهم عشان يسالوهم هم بيعملوا ايه هنا. خد يا ابني هنا رايح فين؟ مش دول اللي تسالهم. المهم يقول لهم لوجان انهم من نقابه الارانب. تقول البنت دي نقابه الارانب اللي فيها قتل التنين. دول اتصدموا يسالهم ده لو بيعرفوا قتل التنين. دول بيردوش، المراقب بيشعروا انه في حاجه غلط وبيروح لهم. وده يقول السكوت علامه الرضا برضه. تؤمر شيون بالتحقق من ذلك، وده يطلق شعاع طاقه على اوليفر يشوف ذكرياته شكلها قدرته الفريده. ويقول فعلا الاطفال دول بيعرفوا قتل التنين، وبل هو معلمهم كمان. نقدر نستخدمهم كطعم الان. ومن الناحيه الثانيه اورن ينبه ويل بان التنين هيهجم بديله، واللي يصده ويخترق ديل التنين ويثبته. واورن هنا ينزل بالصدمه ويقطع ديل التنين، ويقع التنين على الارض. ويقول الفريق انه طول السنه يتدرب للحظه دي، لازم ما يقلوش حذرهم ويفوزوا.
ومن الناحيه التانيه يدخل المرافق ولسه هيسال انتوا مين، بياخد هجوم يطير رقبته. مفيش رحمه عند الجماعه دول. صوفيا تصرخ ولوجان يامرهم بالهروب، بس الشخص ده يسد المداخل الثلاثه. صوفيا تقول لهم ليه بتعملوا كده؟ يردوا حظكم وحش بس لانكم عارفين قاتل التنين. الشخص ده يقول يقدر يتعامل معاهم لوحده. يردوا طيب مفيش مشكله. كارا تقول لهم حاولوا تكسروا الجدران وانا اشتت انتباههم. اورون لسه يحذرها يلاقيها اتلسجت في الحيط. كل الشخص ده تراجع في اخر لحظه لتخفيف الضربه، تصرف ذكي بس هتقدريش تتحرك الان. شيون تقول لهم ما تقلقوش مش هنقتلكم. وصوفيا تمسك قلاده اورون بقوه، وعند اورون بقى يكونوا قطعوا جناح التنين، وسلمى تؤمر اورون بقطع الجناح الثاني. لسه هيروح يلاقي القلاده نورت. يقف وسلمى تقول له حصل ايه؟ يقول لها مجموعه صوفيا في خطر، وطلعت القلادات دي نظام انذار لو هم في خطر. ما تصدم يقول قصدك ايه بانهم في خطر؟ يقول لها ما اعرفش بس لازم ننهي الامر بسرعه. ويلي يقول له اورون بتعمل ايه؟ اقطع جناحه بسرعه. والتنين بيهجم عليه وتفاداه. اورون يقول التنين مصاب بشده بس هزيمته محتاجه وقت. سلمى تقول هل نهجم عليه معا؟ بس ده ممكن يعرضنا للخطر، لازم ما تهورش لانه انا مسؤول عن حياه كل اللي هنا. وكذلك اورون يقول انا وعد بحمايه الجميع، ولكن بيزيد الطين بله لما التنين يعمل هاله ضخمه ويعالج ديله وجناحه وكل جروحه. اورون وسلمى يتصدموا يقولوا هو من امتى بيقدر يعمل كده؟ تحس يا اخي المصايب نازله على دماغ اللي جابوهم. بقول المثل اللي بيقول المصايب نازله عليا وفشخاني، قلت لها كفايه قالت لي لا خد تاني. ده المعنى الحرفي للمقوله. المهم باقي الفريق لسه مصدوم يقول رجعنا من نقطه الصفر، واورون في موقف لا يحسد عليه. التنين ولا فريق صوفيا؟ المهم ده بيقترب منهم وصوفيا تنظر لكارول اللي مغمى عليها، ولوجان يقول لها تمالك نفسك يا صوفيا. كارول تقدر تتعافى، تنسيش كلام المعلم اولويه المغامر ان يعود حيا، عشان كده لازم نستسلمش. فعلا يعمل تعزيز للسحر وتعزيز مقاومه وتعزيز حيويه. وصوفيا تعمل تعويذ البرق ولكن ده يصدها يقطعها بسيفه. لوجان يقول لي نهرب وده يروح وراهم، بس لوجان بيوقع في فخ وقيده. الواد بيطبق كل اللي بيعلموه له اورون بالظبط. المهم بيهجم لوجان بس ده يمسك الرمح ويكسر الصخر ويضرب لوجان على الارض. يقول له ما تغترش بنفسك ايها الطفل، كنت هتكون اقوى لو فضلت عايش، بس للاسف بقى. وجهز هجوم عشان يقتل لوجان. صوفيا من الناحيه الثانيه مخضوضه ومش عارفه تتصرف. لوجان يقول مش المفترض ان نكون طعم، فبيقول ده كفايه واحد منكم. ده يقول اديك سمعته مع السلامه بقى. هتفتكر هيقتل يا صديقي؟ لا والله. صوفيا تصرخ عليه وتقول لا. نشوف الجدع ده اتشال مكانه وما يعرفش يتحرك. شيون تستغرب والثانيه دي بتقول وقفت ليه؟ وصوفيا تقول الان فهمت الاحساس الغريب اللي كان معايا على طول، دي قدرتي الفريده. وبعدها تقول طير بقى وصاحبنا يلبس في الحيط، مش قلت لك شكلها بسكوتيه بس هتعورك. تروح صوفيا تطمن على لوجان بس ده بيطلع تاني. دي تقول له انجز بقى شيون متعصبه منك على تاخيرك. ده يقول دقيقه واحده بس وهقتلهم. صوفيا ولوجان يقولوا لنضرب بكل طاقتنا عشان نعرف نرجع احياء. من الناحيه الثانيه التنين الاسود يطلع هالته ويصبح جد بقى في القتال، وواضح على ويل اثر الخوف. اورون يقول المهاره ما اكتملتش بس الان لازم احتفظش باي قوه. فعلا غير السيف للوضعيه الاولى، واورون يهجم بالغميض المقدس وبضربه قويه يسقط التنين الاسود. وسلمى تقول هل دي الوضعيه الجديده اللي اتكلم عنها اورون؟ وويل يقول هل هزمناه؟ بس التنين يعالج نفسه تاني والكل يتصدم ويقولوا ما فيش سبيل لهزيمته. فيقول اورون السبيل الوحيد اني اقضي عليه بضربه واحده قاضيه. التنين بيهجم بديله وسلمى تعمل حاجز، ولكن هي الواحده في الثانيه في الثالثه الحاجز يتكسر وسلمى تطير في الحيط. بس سلمى تفتح عينها تلاقي اورون ماسك السيف فوق التنين، تحس انه هينفذ عليه امر الاعدام. ويعمل الوضعيه الرابعه للسيف ويقفز بهجوم فتاك يدمر به التنين كله دفعه واحده بانفجار افخم من اللي قبله. سلمى بعد ما تطمن يغمى عليها. نرجع عن صوفيا ولوجان يهجم بس ده يطيره وينزل لصوفيا ويقول لها معاكي قدره فريده، اذا هقتلك قبل ما تكوني مشكله امامنا. صوفيا تستسلم وتقع على الارض وتقول شيون مفيش في ايدي اي حاجه على ما اظن. ايه يا بنت اللي وصلك للجحود ده؟ الواد ده يقول قتل المواهب قبل ان تكبر ده شغلنا، ويستعجلوا في الشخص ده. صوفيا خايفه وتقول لا مش عايزه اموت، وتتمنى لاختها او اورون هنا ده يرفع سيفه خلاص وتفتكر هيعملها. لا ولا والله. يجي له هجوم قوي يخبطه في الحيط المره الثانيه، بس المره دي ما يقومش منها. هنا شنو الصدمه؟ صوفيا تبص وراها تلاقي اورون وصل. ايوه كده يا عم، واخيرا وحشتنا والله. خلاص بقى هتشوف الويل النهارده على اللي عملتوه ده. اورون يعتذر لصوفيا عن تاخيره وهي طبعا ما استحملتش وتبكي. اورون يقول برافو عليكم لصمودكم الى الان. والله يا صديقي انا كنت اظن انه عنادهم ده وعدم استسلامهم زي ما قال لهم اورون ملوش لازمه، بس انا اقتنعت لما طلع انه مفيد لكسب الوقت زي ما كسبوا الوقت لحد ما وصل اورون. المهم اورون يعمل تعويذه ويجمع لوجان وكارول امامه. لوجان يفرح بحضور معلمه، يرد اورون سيب لي انا الطلعه دي من هنا بقى، ويعمل عليهم درع حمايه ويقول لهم سيبوني بس شويه مش هياخدوا في ايدي دقايق. طيب بقى هنا يا صديقي دول عمالين يقولوا اورون اورون وشيون صم بكم عميون. ايه يا بنت مش سامع اسمه؟ مش فاكره شكله؟ المهم شيون تقول له باين عليك متعصب. يقول لها امال باين عليه برجوس، انتوا ايه اللي خلاكم تؤذوهم؟ شيون تقول له انه ما له علاقه بك، استخدمناهم كطعم والامر نجح. اورون يتعصب يقول هدفعكم الثمن غالي بقى. بتبتسم من تهديده دول يجهزوا عشان يقتلوا اورون، يقولوا له احنا متخصصين في قتل الاقوياء وكمان احنا 3 ضد 1 فاستسلم احسن. بس ده عندهم مكاله. اورون يرفع دراعه وشيون تتخض وتقول لهم يتراجعوا لورا، بس اورون يقول لهم انتوا بطء قوي ويعمل عليهم تعويذ زياده الوزن يجيبهم على الارض. من ثم تعويذه برك دول يصرخوا بكل قوتهم، بس صراخهم ده راحه نفسيه والله. المهم بعدها يجيبهم على الارض ويهجم على شيون اللي تصد ضربته بايد واحده. اورون استغرب من صلابتها تقول له ما توقعتش انك تهزم ال3 بالسهوله دي، هيكون خساره قاتلك. وبعدها تعمل تعويذه الثلج واورون يصطدم لانها اطلق تعويذه خاصه بسرعه كبيره جدا من غير ما
تقولها حتى. وبعدها تعويذة بارك بس يصدها اورون بالجدار العاكس ويتراجع. لوجان يقول هل معلمنا بيخسر؟ كارول وصوفيا يقولوا مستحيل ويقدر يعملها. اورون يقول مستحيل سرعتها في اطلاق التعويذ الخاصه كبيره جدا محدش يقدر يعمل كده وكانها تتخطى مراحل استخدامه. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ دي بتقول له عرفت تنجو من هجماتي قوتك لا باس بها. يقول لها وانت كمان قوتك خساره فيها مونوسوس. تقول له كنا على امل ان ينضم لنا شخص قوي زيك. يرد اورون انه مش هيساعد مجموعه قتله. تقول له بتفكرني بشخص اعرفه لما كنت صغير لو كبر ربما كان هيكون زيك كده. يخرب بيتك ايه الهباب اللي تقوليه ده؟ ايه اللي بتتكلم عليه بشحمه ولحمه قدامك اهو. يسالها اورون ليه بتقتلوا المغامرين. تقول له صدقني مش عايز اعمل كده. وبعدها تقول كلام مش مفهوم وغامض وهو ان الاصل هزم والنسخه وقعت في يد العدو املنا هو اضاعه الوقت. حتى اورون مش فاهم حاجه ويقول لها بتتكلم عن ايه. تقول له مش لازم تفهم. يرد بانه مش عايز يفهم ما يهموش كلام جماعه مجرمه. القتل العشوائي بالنسبه لكم كسب وقت لو ده حلكم الوحيد فالاحسن ان تستسلموا. دي تتعصب وتقول له اسكت يا حشره ايه اللي زيك بيقربوا العالم من الهلاك. اورون يتصدم من رده فعلها القويه ودي تاخد نفسها تقول كفايه لحد هنا بقى وتعمل عدد كبير جدا من تعويذه انفجار واللي تصدم اورون وتنزل عليه بالهجمات. دي بتقول ده كان ممتع بس خلاص انا فزت مستحيل تنجو من تعويذ الانفجار دي كلها. بس على مين يا ماما؟ ده اورون برضه. اورون يكون حول سيفه لدرع وصاد كل الهجمات. فريقنا الصغير يفرح انه نجا وبعدها اورون يحول سيفه لوضعيه صفر ويتغير شكله للصوت ويقيد شيون. يقول لها انتظرت اللحظه اللي تظني نفسك فايزه عشان اوقعك. تقول له مش مشكله تحاول تفك نفسها بس اورون يشد الصوت ويقول مش هخليكي تفلتي. ولكن وجه شيون يظهر واورون يشوف الصوره مشوشه في دماغه تاني وما يعرفش مين دي. اما شيون لما تشوف السحر الاسود تتصدم وتقول هو انت اورون؟ يا عم صباح الفل واخيرا لينا ساعه بنقول لك ده اورون ده اورون ده اورون وانت في عالم تاني خالص. المهم اورون لسه مذهول ويقول دي من تكون. شيون تضحك ضحك هستيري وتقول ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اكيد ده من فعل تلك العجوزه والمراه البغيضه. مش لازم تعرف مين دول يا صديقي لاني بعرفهمش. شيون بعد الضحك تتعصب تقول هيفضل لامتى يلعبوا بيا كده. المهم اورون يقول لها مين انت؟ دي وشها اتغير وتقول لي نقف هنا يا اورون خلاص ما عدتش عايزه اقاتل او بالاحرى ما اقدرش اقاتلك انت بالذات. قفلتني وراح اخذ فريقي وامشي من هنا. اورون استغرب يقول لها ليه بتكلميني على اساس بنعرف بعض؟ انت بتعرفيني؟ تقول له هتفهم يوما ما. وبعدها يخلص السحر من سيف اورون ويرجع لشكله. دول بيصحوا فريق سلمى بيجي من الناحيه الثانيه وتسال سلمى عن صوفيا. شيون تقول هنسحب دلوقتي من الديماس الجنوبي. واورون يقول لو حصلت معركه الان بين سلمى والباقي هنعاني من خسائر عشان كده افضل حل نسيبهم يمشوا خلاص. بعدها تشكر شيون وتقول تامل انهم ما يقتلوش بعض في لقائهم القادم وتاخذ فريقها بتعويذه كده وتختفي. وبعدها سلمى تجري تطمن على اختها وفرحانه انها بخير. والبنت اللي نسيت اسمها دي بتعالج لوجان وكارول. وبعدها صوفيا والباقي يشكروا اورون على انقاذ حياتهم ولكن لوجان يسال اورون لو يعرف البنت دي. رد بانه لا ما يعرفهاش. ومن الناحيه الثانيه شيون ميته من الفرحه لانه اورون طلع حي وتقول كدي ايه تمنيت كده لكن هو مغامر الان للاسف. التقينا مجددا ولكن كاعداء. وبعدها تتعصب وتقول سلبوا مني منزلي وماضيه والوقت اللي كان من المفروض ان اقضيه مع اورون عشان كده هخلي المراه دي تدفع الثمن غالي ولو رحتي لاعماق الجحيم هاجي وراكي وغرقك في الياس وهخليكي تتمني الموت. ونشوف اوليفر بيتدرب ويسال نفسه ايه الفرق بينه وبين اورون؟ ايه اللي يقدر يعمله اورون وانا لا؟ المهم تجي له فيلي وتقول له شايفاك بتتدرب بجد. هو تساله بيتدرب لهزيمه التنين الاسود ولا عشان اورون؟ تقول له حاسس بالضعف بس. وبعدين تقول له ان اورون غلب التنين الاسود وحده ومحدش عرف يعمل كده قبل كده. وبعدها تقول له انها سمعت عن بطوله قادمه. يقول اوليفر انه هيهزم اورون بنفسه ويثبت انه هو البطل. دي تقول له ده اللي كنت اتوقعه منك ومنتظره كده وشكلها وراها سر البنت دي وانها مش سالكه. وعند الشخص الغريب ده يقول لحد دلوقتي مش مصدق ان اورون قتل التنين الاسود لوحده بس دي الحقيقه. ما يعني انه لقي طريق مختلف يكتسب به القوه. يحط ايده على ذراعه المقطوعه ويقول ده جنون. شخص من المستحيل ان يختار يكون مغامر. الان بيقاتل في الاعماق ويقتل الزعماء وممكن يختم الدماس. انا مبسوط لكده. هو الان بيعمل لاجلي ويضحك ويقول كمل كده يا اورون وكن منقذي ووقتها هنسى اللي عملته فيا زمان. ويبدو يا صديقي تختيم الدماس من مصلحتهم الجماعه دول. وزي ما قلت لك اول مره هقول انه اورون هو من فقع عينه وقطع يد الشخص ده زمان. والان اورون ذكرياته مشوشه وجزء منها ممسوح وكانه داخل حلم. بعدها اورون يقول لفريق صوفيا من المؤسف اللي حصل بس عرفتوا مدى ضعفكم وحتى انا. يقول له بل انقذتنا منهم. يرد انه لو كملنا المعركه كنا خسرنا حتى الفريق رقم واحد. الصدمه يقول اورون ما كنتش اعرف انه في اقوى مني عشان كده لازم اصير اقوى لاحمي اللي يعزوا عليا. اخر الحلقه نشوف بنت كده جديده معانا. وبس هنا كده خلص الموسم الاول. ما تنتظرش الموسم الثاني يا صديقي لانه لسه الانمي السنه دي ولما ينزل هكون من الاوائل اللي بلخصه ان شاء الله. ادام وصلت لي هنا ما تبخلش بقى باللايك والاشتراك وكومنت تحفيزي كده. والله في الفيديو ده علشان اطلع لك التحفه دي. وطبعا زي كل مره نختم بالصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم وسلام.